امبارح الحقيقه فوجئت انه ميدو بيتعرض لهجوم ضخم جدا بسبب مداخله عملها معانا. طيب خلينا الاول نتفق اتفاق، مفيش مانع ابدا ان اي حد يتكلم عن اي حد في حدود المقبول، في حدود النقد المقبول. احنا مش مكبلين ولا متكتفين. الاعلام وتبادل الاراء وتنويع الاراء طالما في الاطار المقبول مفترض بانه بيصب في المصلحه العامه، لان الناس لما بتسمع اراء مختلفه ومتنوعه انا بستفيد من راي، انت بتستفيد من راي، ده بيستفيد من راي. لكن فكره الفتوانه في الكلام، فكره اصطياد الناس، فكره ان انا ازق واحد على واحد، الكلام ده خلاص يا جماعه انتهى. الكلام ده كان ممكن كنا بنعمله ممكن في الميديا الحقيقه من 7 سنين 8 سنين 5 سنين 3 سنين 10 سنين، لكن الزمن ده خلاص انتهى. الناس بقت كاشفه وفاهمه كل حاجه. لكن ميدو دخل معانا الحقيقه اول امبارح واتكلم بكل شفافيه عن تصريح كان قاله الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. الكابتن عامر كان طلع قال انه لما كل المدربين بتشتكي من الوقت القليل بين المباريات، ان كل مباراه بينها وبين الثانيه حوالي 3 ايام او 4 ايام، فده عامل عبء ثقيل جدا وحمل بدني ضخم، فبدات اللعيبه تشتكي والنتائج تهتز، حتى باين في الاهداف المباريات يمكن بتاعه الاسبوع ده. لكن فطلع ميدو الحقيقه معانا احنا هنا في نغم اف ام وبدا كلامه حتى قال كده نصا انه كابتن عامر ده راجل محترم، وقال انه الراجل بيقوم بدور كبير جدا في تنظيم المسابقه والله يكون في عونه. لكن ما عجبنيش التصريح اللي قاله انه اللعيبه بتسهر، فهي السبب، السهر ده هو السبب في انه مش قادرين يلعبوا المباريات مع الضغط اللي موجود في الوقت. وميدو قال انه مش عاجبني التصريح اولا لانه قارن اللعيبه ببعض وده بيعمل مشاكل نفسيه بين اللعيبه، لانه الكابتن عامر ادى مثال احمد فتحي، شوفوا اداؤه عامل ازاي. احمد فتحي ممكن في مباريات على فكره بتحصل انه اداؤه بيبقى مهتز، وارد يعني. وانه مش المهم يعني ان احمد حسام مش عاجبه التصريح وقال ده بكل احترام ولم يخطئ في حق الكابتن عامر، حتى قال كده انه خانوا التعبير. لو كان قال كده فعلا، بقول انا قريت في المواقع انه قال كده، هيبقى كده خانوا التعبير لو كان قال الكابتن عامر هذا الكلام، وما ينفعش يقول ان اللعيبه بتسهر. وقال انه عايزين نتكلم كلام علمي، انه حتى لو في اوروبا بيحصل كده في بعض الاحيان، والراجل قال ده خلال تجاربه مفيش في اوروبا الناس بتلعبش كل 3 ايام وزي ما الناس فاهمه، بيلعبوا كل اسبوع عادي سبت او حد، الا في الايام اللي يبقى فيها اعياد الكريسماس والاجازات الثلج والكلام ده بيضغطوا شويه المباريات، او النادي عنده دوري في الشامبيونز ليج، في دوري اوروبا، في كذا في كذا، فبيعوض ده بانه بيلعب ماتش في نص الاسبوع. لكن مش بشكل عام، مش كل انديه اوروبا بتلعب كل 3 ايام والكلام ده. حتى لو ده بيحصل مع بعض الانديه، التكوين البدني والجسدي والصحي للاعب في اوروبا اللي بادئ يتمرن هو عنده 8 سنين غير مصر. لما بيوصل 19 سنه و20 سنه و22 سنه بيقدر يتحمل غير التكوين الجسماني او البدني او العضلي او العصبي للاعب المصري. وهنا قفل الكلام واتكلم على حتى عقوبته، قال انا مستغرب ان انا واخد 4 مباريات، في مدربين برضو اتكلموا على الحكام خدوا مباراه واحده، انا ادوني 4 مباريات، فانا قدمت احتجاج. وقال حتى ان بعض المدربين قالوا ان هم موافقين المستشار مرتضى منصور على هجومه على الحكام، كان المستشار مرتضى هجومه كان ضخم جدا على الحكام، وقال ان هم مع اللي قالوا. والراجل قال انه في المدربين لما قالوا كده معناه ان هم مع حتى التطاول اللي حصل على الحكام، ورغم كده اخذوا ايقاف مباراه واحده. واتكلمنا عن حاجات تانية كتير. فوجئنا امبارح يعني هجوم ضاري على ميدو، واتقال انه اصله اللي بيحلل، وتشكيك في كلاعب، وتشكيك في رحله احترافه، وتشكيك في اداره النادي وادي دجله، وتشكيك في النتائج، وتشكيك في يعني هل النهارده ممكن حد يشكك في قدرات ميدو الفنيه وقت ما كان لاعب؟ حد النهارده ممكن يشكك في احتراف ميدو ولا في كفاءته ولا في نجوميته ولا في الانديه الكبيره اللي لعب فيها؟ مش عايز اقعد اقول انديه كذا وكذا لان كلنا عارفين ميدو كان بيلعب فين وعمل ايه. هل النهارده حد ممكن يتكلم ان ميدو بيفهم في الكوره؟ ما بيفهمش الكوره. امال مين اللي بيفهم في الكوره؟ يعني اللي بيتكلم بيفهم في الكوره اكتر من ميدو؟ هل النهارده انت ممكن تقول اصل اللي بيطلع في قنوات سيكو سيكو وميكو ميكو والكلام، لسه في حد يا جماعه بيستخدم الاسلوب ده؟ طب حازم امام النجم الخلوق الكبير جدا ما بيطلع برضه في بين سبورت زي ميدو؟ سيد معوض ما طلع في بين سبورت؟ الناس دي خاينه يعني هل ده اسقاط ان دي خيانه يعني؟ هل يا جماعه معقول نوصل؟ كابتن عامر حسين تاني يوم امبارح دخل معايا وقال رايه في الموضوع على فكره برضه، وما وقفناهوش، وقال كل اللي هو عايزه. هو ده الشكل الاعلامي المحترم
المفترض كل الناس تنتهجه. اما اطلع امسك الراجل 20 ولا 25 دقيقه تشكيك 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 وتطاول وكلام وكلام وكلام، وانت عامل هجاص وانت معرفش ايه، واصل البطشات انت واخد نقطتين من 5 ماتشات، مع انه ميدو مسك الفريق في وقت صعب جدا. هو نفسه قال ومن سموحه وكسب انبي وتعادل مع سموحه، سموحه حتى اللي تعادل في الشوط الثاني، الزمالك اتعادل معاه في اخر دقيقه مع دجله، الاسماعيلي اتعادل معاه في اخر دقيقه مع دجله، خسر من المقاولين العرب في مباراه يمكن كان دجله افضل، خسر امبارح من طنطا دجله كان افضل، لكن الكابتن خالد كان التوفيق وعدم التوفيق، والراجل نفسه لا قال انا يعني مش مستاء ولا خلاص النتيجه حصلت وانه هيعمل معسكر. وارد انه يحصل كده، وكل مدربين مصر بيحصل كده، وفي الزمالك بيحصل كده، وفي الاهلي بيحصل كده، وفي كل الدنيا بيحصل كده. ولو عايز تنتقد مش كده، انت كده مش بتنتقد، انت كده بتشتم. فرق شاسع. اللي فاهمين اعلام واللي مذاكرين اعلام واللي دارسين اعلام واللي بيدرسوا اعلام واللي عايشين عمرهم كله في الاعلام، في يا جماعه سقف، وفي يا جماعه اخلاق، وفي اخلاقيات لمهنه الاعلام. مهنه الاعلام دي مش هيصه، مش اللي عايز يطلع يقول كلمه يقولها. في اخلاقيات في الاعلام. وانا راجل مشارك، انا شخصيا مشارك في القوانين الجديده اللي امبارح مجلس الشعب اقر قانون تنظيم الهيئات المؤسسيه للاعلام بشكل عام، الهيئه الوطنيه للاعلام والهيئه الوطنيه للصحافه والاذاعه والتلفزيون والكلام ده. والشق الثاني الموضوع من القانون هيتم اصداره ان شاء الله خلال شهور قليله جدا او فتره قليله جدا، ومش هتشوفوا الكلام ده بالقانون، مش برغبات قنوات ولا برغبات رؤساء قنوات ولا برغبات مذيعين ولا الكلام ده. الكلام ده هيتمنع بالقانون، طالما بالضمير الاعلامي بيتمنعش فهيتمنع بالقانون. لكن فكره البلطجه، فكره الفتوانه الاعلاميه وفكره البلطجه، كن قاسي في النقد، لكن يكون عندك دلالاتك ويكون عندك براهينك وتكون عندك معلوماتك، تكون اقصى واحد في الدنيا لما تغير خطأ. لكن ما تنفعش تبقى فتوى عشان خاطر حد، ما تنفعش تبقى بلطجي عشان خاطر حد، ده ما ينفعش. ففوجئت امبارح بهذا الكلام. وبرضو صداقتنا بكل الناس موجودة كإعلاميين، لكن في النهاية يا جماعة عيب اللي بيتعمل ده وعيب التشكيك ده، لأن كل واحد ما ليه تاريخ. ما احنا ممكن بقى ميدو يطلع يقول الاشارات اللي حصلت وانت شاورت قبل كده بايدك فين ورحت عملت ايه وقلت ايه ورقصت فين. ما احنا ممكن نديله بقى مساحات ونقعد نشتغل الشغل اللي كان بيحصل زمان ده. احنا نقعد نتكلم على الاخلاق ونبقى احنا معدوم الاخلاق الاعلاميه على الهوا؟ ما ينفع الكلام ده، ما ينفعش. عموما انا حبيت بس اعلق، سواء كراجل انا قريب من ميدو او من نادي وادي دجله، وقريب حتى من زملائي اللي بيقولوا هذا الكلام، وقريب من هذه الاحداث، ولانه كمان تصريح ميدو صدر هنا عندنا في نغم اف ام، فكان لازم نقول الحقيقه ونظهرها بشكلها السليم. واحنا حتى قلنا جبنا الكابتن عامر حسين ورد براحته بارتاحيه كامله على اللي هو عايزه. وحبيت اتكلم من منظور ومنطلق مسؤولياتي انا كراجل اعلامي او مسؤول حتى في هذا المجال الاعلامي، وبقول انه هذا الزمن انتهى ولم يعد يخيل على احد نهائي. تواصلين معاكم على نغم اف ام من الاخر مع محمد شبانه. 3835316 ده تليفوننا، 105 3 الرسائل بتاعتكم تجي لنا على الرقم ده. هبدا معاكم على طول بخبر كده اكسكلوسيف. اتحاد الكوره وافق رسميا على تاجيل مباراه القمه بين الزمالك والاهلي اللي كان مقرر لها يوم 29 ديسمبر بناء على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر اللي هيبتدي معسكره يوم 2 يناير ان شاء الله استعدادا لكاس الامم الافريقيه القادمه في الجابون. بعد يمكن ساعه من دلوقتي هيكون الحاج عامر حسين او الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات هيروح للمهندس هاني ابو ريده في بيته علشان يقعد معاه يتفق الاتفاق النهائي على تاجيل المباراه والبحث عن الموعد المناسب لاقامتها في الفتره القادمه. بعدها هيتجه الحاج عامر حسين الى اتحاد الكوره مباشره، علشان النهارده عندنا قرعه بطوله كاس مصر. هتنطلق القرعه الساعه 12 الظهر تماما في مقر اتحاد الكوره في الجزيره بحضور مندوبي الانديه المشاركه فيها، وهنقول لكم الانديه دي بعد قليل. اقيمت امبارح عدد من المباريات في الدوري المصري. هقول لكم النتائج والاهداف كده بسرعه. المقاولين العرب يتعادل مع الداخليه 2-2. المقاولين العرب بدا المباراه الحقيقه بدايه قويه جدا واحرز هدفين يمكن في اول 5 دقائق، عبد الرحمن خالد في الدقيقه 2 واسلام فؤاد في الدقيقه 5، لكن الداخليه لم يستسلم وقدر ان هو يحرز هدف في الدقيقه 30 عشان ينهي الشوط الاول 2-1 يقلل الفارق. ومصطفى محمد بينجح قبل نهايه المباراه بدقيقتين بس في انه يحرز هدف التعادل. الشرقيه بيخسر
امام النصر للتعدين 2-3، ويمكن النصر جاب هدف الفوز في اخر ثانيه في المباراه في الدقيقه 93، الدقيقه الثالثه الوقت بدل الضايع. بدا علي عفيف، بدا حماده جلال اهداف المباراه بهدف النصر للتعدين، اتعادل علي عفيفي في الدقيقه 41. بعد كده رجع تاني هيثم مصطفى احرز هدف الثاني للنصر للتعدين من ركله جزاء. خالد شيكا بينجح قبل نهايه الوقت الاصلي بدقيقه يتعادل للشرقيه، لكن لم يستسلم النصر وقدر حماده جلال يحرز هدف الفوز في الدقيقه 93. الاسماعيلي بيقهر اسوان وبيحقق نتيجه كبيره جدا 5-0. عمل مباراه كبيره الحقيقه الاسماعيلي امبارح، وقدر يستعيد تاني انتصاراته بعد فتره غياب ونتائج متواضعه، لكن الاسماعيلي يظل الاسماعيلي طبعا النادي الكبير. باهر محمدي في الدقيقه 10، محمد ابو المجد في الدقيقه 22، ابراهيم حسن في الدقيقه 56، ويرجع ابراهيم حسن تاني يعزز اهداف، يجيب الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقه 80، والترك جبرين في الدقيقه 90 او اخر دقيقه في المباراه بيحرز الهدف الخامس. وادي دجله في مباراه غريبه بيخسر من طنطا، كان متسيدها وادي دجله، لكن طنطا الحقيقه قدر ان هو يقفل، يلعب زون ديفنس ويقفل المباراه بشكل كويس جدا، عكس اداء طنطا يمكن في المباريات الاخيره. كان دايما طنطا بيلعب بشكل هجومي بطول الملعب، وده كان بيعمل اجهاد شديد للاعيبته، لكن كابتن خالد عيد امبارح قفل الملعب ولعب على الهجمات المرتده، وراح يمكن كورتين او ثلاثه احرز هدفين، احمد عبد القادر في الدقيقه 20 وإيريك جوزيف في الدقيقه 61 عشان يخسر وادي دجله ويفوز طنطا 2-0، وكانت نتيجه مهمه جدا. ارجع تاني بقول لكم الخبر، تاجيل مباراه القمه يوم 29 ديسمبر، اتاجلت خلاص بقرار رسمي من اتحاد الكوره، ووجهه نظر الجهاز الفني للمنتخب انه احمد حجازي هيضطر الاهلي يلعبوا هذه المباراه. طبعا المدافع الكبير وبيعتمد عليه بشكل كبير جدا هيكتور كوبر في خطته وفي تشكيله منتخب مصر، ولاعب مؤثر ومهم راجع من اصابه، فهيضطر طبعا الاهلي مباراه مهمه مع الزمالك والمنافسه كبيره جدا بين القطبين، فلازم يلعب، ممكن يرجع تاني تجيل تعود الاصابه او يتاثر، فما فيش داعي للمخاطره. برضو عبد الله السعيد مجهد جدا لازم هيلعب المباراه، والاثنين دول تحديدا هيكتور كوبر بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا في خطته اللي في المباراه اللي يمكن اللي فاتت او الفتره الجايه هيعتمد عليهم، برضو ممكن يصاب باي شيء. فالحقيقه الراجل فضل انه يطلب تاجيل المباراه، وقرر بالفعل اتحاد الكوره تاجيل هذه المباراه لوقت لاحق، وبعد قليل الكابتن عامر حسين هيقول لنا كل ما يخص هذا الامر. من الاخر مع محمد شبان على نغم اف ام، تواصلوا معنا على 3835 ده تليفوننا، والرسائل بتاعتكم هتبعتوها لنا على 105.3 نغم اف ام تردد 105.3. ما تنسوش تفضلوا باستمرار معانا. عايز اقول لحضراتكم بسرعه بعد النتائج اللي قلناها بتاعه مباريات الامس ونهايه الاسبوع، اقول لكم بسرعه جدول ترتيب الدوري. الاهلي لا يزال متربع على القمه 39 نقطه بفرق 5 نقاط عن مصر المقاصه، لكن مصر المقاصه ناقص له مباراه. 34 نقطه في المركز الثاني. المصري البورسعيدي في المركز يقفز للمركز الثالث 31 بونت من 15 مباراه، ثم سموحه الرابع 27 نقطه. الزمالك الخامس 25 نقطه من 11 مباراه، ناقص له 4 مباريات فرق عن النادي الاهلي. بتروجيت في المركز السادس 24 نقطة. طلائع الجيش في المركز السابع و14 مباراة فقط، لسه عنده مباراة مؤجلة 23 نقطة. المقاولين الثامن 21 نقطة. الإسماعيلي التاسع 20 نقطة. الاتحاد السكندري العاشر 19 نقطة. وادي دجلة في المركز ال11 17 نقطة. الإنتاج الحربي ال12 16 نقطة. وإنبت 13 14 نقطة. طنطا في المركز ال14 12 نقطة. الداخلية ال15 11 نقطة. النصر للتعدين بعد فوزه بيقفز للمركز ال16 9 نقاط. والشرقية لا يزال في المركز قبل الأخير 8 نقاط من 14 مباراة. ثم أسوان في المركز الأخير 7 نقاط من 15 مباراة. الهدافين لا يزال نانا بوكو متربع على قمة الهدافين، مهاجم مصر المقاصة 9 أهداف. أحمد الشيخ أيضا مصر المقاصة 8 أهداف. الاتحاد السكندري كاسونجو 7 أهداف. حسام باولي مهاجم سموحة في المركز الرابع بين الهدافين 6 أهداف، متساوي مع أحمد جمعة المصري البورسعيدي 6 أهداف. ثم بيتساوى في المركز الخامس من الهدافين يعني 6 لاعبين: عبد الله السعيد من الأهلي، مؤمن زكريا من الأهلي،
طلائع الجيش احمد عيد عبد الملك، ومحمد فضل مهاجم المقاولين العرب المخضرم طبعا، ووليد سليمان من الاهلي، واحمد كابوريا المصري البورسعيدي، وكلهم 5 اهداف. اقول لكم بسرعه قرعه زي ما قلت لحضراتكم من شويه، قرعه كاس مصر هتنطلق يمكن في تمام الساعه 12 ظهرا بمقر الاتحاد المصري لكره القدم في الزمالك او منطقه الجزيره يعني في الزمالك. الانديه المشاركه في هذه القرعه طبعا انديه الدوري الممتاز، الاهلي والمقاولين وانبي والطلائع الجيش، الداخليه، وادي دجله، الزمالك، الانتاج الحربي، الشرقيه، النادي الشرقيه، وطنطا، واتحاد السكندري، سموحه، بتروجيت الاسماعيلي، المصري، مصر المقاصه، اسوان، النصر للتعدين، والجونه، والاسيوطي، ونادي اف سي مصر، ونادي الاتحاد الشرطه، ونادي السكر حديد، نادي كهرباء الاسماعيليه، نادي المريخ، نادي محافظه الفيوم، ونادي الالومنيوم، نادي غزل المحله، النادي الاولمبي، نادي حرس الحدود، نادي فاركو، ونادي عرب الرمل. بعد قليل الكابتن عامر حسين هيبقى مع المهندس هاني ابو ريده عشان تاجيل مباراه القمه، بعدها هيتحول الى اتحاد الكره على طول عشان عنده كمان اجتماع للجنه المسابقات. يعني النهارده يوم صعب جدا على الكابتن عامر. معانا على التليفون حاج عامر، صباح الفل. الفل يا محمد. ايه يعني يوم حافل ليك النهارده ان شاء الله، نتمنى يبقى موفق كده. سهرت برضو للفجر شغال؟ لازم اراجع يا محمد. ايه لازم اراجع مدام في يوم عمل النهارده. ربنا معاك. انا مذاكر ومحضر كويس. ومبيت في اسكندريه ولا هنا؟ لا والله انا في الطريق اطلع على الكابتن هاني كده على بيته، بعدين اروح على الاتحاد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلاص عرفنا ان انتوا استقريتوا على تاجيل مباراه القمه. لا والله ما استقريناش. انا راح للكابتن هاني عشان كده اتفقوا رئيس الاتحاد ومش مع المنتخب. لا يعني انت ما جالكش قرار رسمي، انما احنا عرفنا من جوه الاتحاد انه خلاص يعني في شبه استقرار. لا مفيش قرار. لا القرار بيطلع من لجنه المسابقات. يعني هيتكلم معاك كابتن هادي في امكانيه التاجيل. يعني هشرح له كل الظروف، الضرر بتاعها ايه والفايده بتاعتها ايه. طب انما انت يا حاج عامر مرتب نفسك يعني حتى في اصعب الظروف اذا اتاجلت حضرتك اكيد مرتب هتعمل ايه؟ والله اللي حاضر اعمله ان هيبقى في لازم الزمالك يلعب مباراه من المباريات وعنده 2 مؤجل وهيبقى عنده انت عايز تستغل اليوم يعني؟ لازم استغل اليوم عشان ما اقدرش يبقى عند الزمالك هيبقى في 4 مؤجلات كده لو كمان ده تاجل. طب هل ده هينطبق على الاهلي برضه انه يلعب مباراه؟ الاهلي كده كان هيلعب مباراه الكاس. في الكاس في نفس الموعد كان هيلعب 22 والزمالك 29. فلو تم الاتفاق على التاجيل يبقى ممكن يلعب 26 الكاس. اللي هو مين؟ الاهلي. يلعب يوم 26 في الكاس، والزمالك يلعب 29 برضه مباراته في الكاس. يلعب 21 24 2 مؤجلات المحدودين. تمام. يبقى انت استغليت الفتره دي. لو تاجل اخدت قرار نهائي يعني. لازم اطلع باي حاجه يا محمد بيه. يا سلام عليك، ما فيش وقت عشان اخسر كل حاجه. والوقت طبعا ضيق بالنسبه لك، الموسم طويل والمؤجلات يعني افريقيا كمان فتره فتره افريقيا 40 يوم متهيألي. وبعد كده الانديه الافريقيه تبدا من شهر 2 الاربع انديه بتوعنا. تمام. ودوري المجموعات دلوقتي من دور ال 16 مش من دور ال8. ففي ارتباطات كتير طبعا والوقت صعب. طب حاج عامر، انت هتطلع من عند المهندس هاني ابو ريده، هتطمن عليه الاول طبعا صحيا، وبعد كده تتكلموا في التاجيل، وبعد كده هتروح على اتحاد الكوره عشان عندك قرعه كاس مصر. تمام. 32 فريق مشارك في القرعه دي. 32 فريق في 18 وال14 18 قسم اول. وال14 اللي صاعدين من الادوار التمهيديه. الادوار التمهيديه. طيب تمام. هل في شكل معين للقرعه تحب تقوله لنا؟ تفاصيل يعني؟ لا والله احنا بس بناخد ال3 فرق اللي هم اللي صاعدين القسم الثاني الموسم دوت، والاخير من الموسم اللي فات. دول 4 نعمل قرعه يلعبوا بعض ال4 دولت. هي دي بس الحاجه الوحيده المختلفه، والباقي يبقى 18 نادي مع كده هيبقوا 16 و16. هل انتوا في القرعه بتوجهوا ان الاهلي والزمالك ما يقابلوش بعض مثلا في الطريق لغايه الفاينل؟ لا مش بالاسم الاهلي والزمالك، دايما بطل الدوري في حته بطل الكاس في الحته الثانيه. وبالصدفه هم الاهلي والزمالك. بقالنا 2 3 دلوقتي هم الاهلي والزمالك. وبعدين احنا بقالنا 40 سنه الصدفه دي شغاله مش لا ده مره الاهلي والزمالك لعبوا بعض دور ال 16. شفت انت بتقول يا كابتن عامر مره. انا فاكرها اصلا كان كله متخوف. كانوا عايزين يوجهوا القرعه وقتها ونغير النظام اللي انا بمشي عليه. فانا قلت لا مش هغير النظام. ده الكلام ده كان من حوالي كان من ايام اللي هو حرب ولا كان ايام ايه؟ في 2010. لا ما كانش سمير زاهر. كان الكابتن سمير زاهر. فكان الدكتور عبد الله جورج عضو لجنه المسابقات معايا. فقال لي انا الان يطلع
الاهلي والزمالك يقعوا مع بعض بدري في دور ال 16. فقلت له انا اعمل ايه يعني؟ كويس. قلت له انا همشي المبدا. اول ما شدينا القرعه طلع الاهلي مع الزمالك في دور ال 16. الدكتور عبد الله نبر ساعتها. قعدت بفتكر هو راجل جميل طبعا. طبعا. عموما يعني نتمنى لك التوفيق يا حاج عامر. وعرفنا ان في يعني تعديلات للائحه اللي خاصه بالحكام والكلام ده، انت اصدرته يمكن تعديلات للائحه امبارح، العقوبات يعني. بالنسبه للتصريحات وعقوبات الاجهزه الفنيه والاداريه، علشان طبعا لازم كلنا نقف مع ابرز ما التعديلات دي يا حاج عامر. هي اهم حاجه فيها ان اللي بيتعاقب مرتين بعقوبه تاخد 4 مباريات او اكتر. ثاني عقوبه ليه نص العقوبه الثانيه، يعني لو اخذ 4 مباريات المره الثانيه مباراتين منهم ما يخشش الاستاد خالص. تمام، يعني مباراتين يقدر يقعد في المدرج يوجه فرقته، ومرتين لا. مرتين بره الاستاد خالص. العقوبه بره الاستاد، ما يخشش الملعب اصلا. ممنوع من دخول. ودي عقوبه من ضمن العقوبات اللي موجوده في الاتحاد الدولي وفي اللائحه بتاعتنا، اللائحه العامه. وفي عقوبه ان هو ممكن يبقى في الاستاد بس ما معهوش تليفون. هو منع من دخول الاستاد. لا دي العقوبه العاديه بقى دلوقتي، الاتحاد الدولي اقرها من شهر. ان تتمنع اي وسيله اتصال بين المدرب المطرود ودكه البدلاء. طب وتعملوها ازاي دي؟ دي بتتعمل بقى، ما نقدرش نحكمها الا عن طريق الحكم الرابع. على ان نشوف اي حد معاه وسيله اتصال في الدكه يتم طرده. انما بقى ممكن واحد من اللي على الدكه يخش بقى غرفه الملابس والمدير الفني يكلمه، او المدير الفني ينادي عليه من المدرج، او يقعد جنبه واحد مراسله. يعني يقعد جنبي واحد مراسله. هي طبعا انا بالنسبه لي مش مقنعه قوي، بس الاتحاد الدولي اقرها وانا مشيت مع الاتحاد الدولي. ان دايما بحب في لائحتي ان انا كل حاجه موجوده في الاتحاد الدولي بحطها في اللائحه عندي، اي مخالفه في الاتحاد الدولي بحطها في اللائحه. ويمكن ديت اللي كانت فرقت كتير في الاحداث بتاعت بورسعيد، على ان لما جت في التحقيقات لقوا ان لائحه المسابقات هي اللائحه بتاعت الاتحاد الدولي، وان احنا مانعين الالعاب الناريه ده الاتحاد الدولي ومانعين كل الممنوعات. طبعا كان في ضغط عليا قبلها بشهرين على ان الغي العقوبه ديت، لان وقتها كان الزمالك والاهلي كانوا متعاقبين كتير بره ملعبهم بسبب الالعاب الناريه. فحبوا بقى ما فيش فايده مع الشباب دولت، وكان في شويه فوضى وقتها كمان في الفتره في الانديه بتتضر. لا قبل الفوضى والله، قبل 2011 يعني. فقالوا بقى بدل ما الانديه بتتضر وبنعمل نلعب بره ملعبهم وبياخدوا غرامات ماليه، يعني نشيل البند دوت. ورفضت. قلت لهم انا رفضت، قلت لهم اي حاجه موجوده في لائحه. طب كلمهم كلهم يا حاج عامر دلوقتي بس عشان خاطر انت انقذتهم من الكلبوش كده في القضيه دي. يمكن المعلومه دي اول مره اقولها محمد دلوقتي، لانه كان هيبقى جنائيا حتى كانت هتبقى مشكله في وقت التحقيقات. مشكله كبيره. كده لما رحت المحامي العام اديته اللائحه الاتحاد الدولي لائحه الانضباط والعقوبات، واديته اللائحه بتاعتنا، اللي هنا هي اللي هنا، واللي محرم هنا هو اللي محرم هنا. تمام. عموما يا حاج عامر احنا بنشكرك وبالتوفيق النهارده، يومك حافل انما انت قدها ان شاء الله. اشكرك حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم. متواصلين معاكم من الاخر مع محمد شبانه. كلمونا على 3835316 رسائلكم 105-3. استفتاءنا ما تنسوش جمهور الاهلي اكتر ولا الزمالك. النهارده نهايه الحلقه هنعلن النتيجه، والنتيجه مقربه جدا من بعض، فانا عايز جمهور الاهلي والزمالك يخش معانا سواء بالاتصال او بالرسائل، ومنتظرينكم بعد شويه صغننين جدا. متواصلين معاكم، ابعتوا لنا على 3 او اتصلوا بينا على 38-353-316 ورسائلنا 1053. اول تليفون لينا الخط يمكن قطع. طيب اقول لكم بسرعه عدد من الاخبار المهمه لينا. الحقيقه النهارده في اجتماع انا شايفه اجتماع مهم جدا، وللجنه الحكام او المسؤولين في لجنه الحكام بينضم ليهم الكابتن عصام عبد الفتاح، وبينضم ايضا الكابتن جمال الغندور، رغم المشاكل اللي كنا بنسمعها بين الطرفين في الفتره اللي فاتت، لكن الاثنين هيبقوا موجودين النهارده من اجل مؤازره الحكام في وجود الكابتن رضا البلتاجي. وده الحقيقه خبر كويس جدا، ولعله يصب خير لصالح الحكام خلال الفتره الجايه. نقول كل سنه وانت طيب لحسام غالي 35 سنه، وعايز اقول انه حسام غالي نجم كبير ومشوار طويل مع النادي الاهلي سواء خارجيا في الاحتراف او هنا في مصر ومع منتخب مصر. خلونا نقول ان حسام غالي يمكن يعني مستواه الفني هو اللي هيحدد مشاركته في مباراه المصري القادمه، وبناء عليه هيحدد الكابتن حسام البدري طريقه اللعب. اذا شارك حسام غالي هيلعب بطريقه، واذا لم يشارك هيلعب بطريقه اخرى خلال الفتره الجايه. معانا مدام نيفين. مدام نيفين صباح الفل. طيب عامل ايه؟ كله تمام. انا اول
اول مره اشارك في برنامج كوره، بس انا فرحانه ان انا بكلمك. ربنا يخليكي، انا اللي فرحان والله بيكي. ربنا يخليك. انا عايزه بس ملحوظه ان لما حد يدخل جول ما يهجموش عليه كل اللعيبه ويبقى تحت واللعيبه كلها فوق. انت خايفه عليهم؟ ها بس خد عشان ما يتخنقش، بس تلاقي امه يا عيني تلاقيها هتتجنن عليه. انت بتتكلمي كأم. طبعا ملحوظه يعني، لان هو طبعا بيكون بيجري ويكون تعبان وبينهج وعرقان. واللعيبه بس خد بالك اللعيبه كلها عصافير يعني، وزنهم مش زينا. لا بس برضه 60-70 كيلو يعني. ربنا يخلي ويقويهم ويكرمهم. انما انت متابعه الكوره؟ انا اللي تابعت المره اللي هو خدوا الكاس ساعه افريقيا، اللي كان فيها بيدربهم كابتن حسن شحاته. كنت فرحانه وكنت مسافره وكنت بتفرج وانا مسافره هناك. كام سنه يا مدام نيفين؟ نعم. حضرتك كام سنه؟ انا 52. طب ليه كده عندك عريس؟ اجيب لك انا اهو. ربنا يخليك يا اخويا. ثلاثي ده بينتبني يا حبيبي. لا مش صغير قوي كده، خدي بالك انا 45 سنه وشويه فكه يعني. ربنا يخليك. مدام نيفين اهلاويه ولا زملكاويه؟ انا اهلاويه صميمه يعني. انا ابني 30 سنه ما اجيب شرطه. ربنا يخليه لك ويحميه لك يا رب. يا رب هو واللي زيه. يا رب عليهم عبء تقيل. انا عايزه الفت نظر بس حاجه معلش اقولها من ضمن برنامج عشان الملايين بيسمعوه. انا نفسي افهم بس الناس اللي بيعملوا التخريبات دي بقى لهم قد ايه بيعملوا تخريبات؟ ما خد بالك الناس دي بيعملوا تخريبات مدسوسين يعني. صلي بينا على النبي. هل هم متوقعين ان هم لما يعملوا كده لما يجي يوم علينا هل احنا هنوليهم علينا؟ لا طبعا. انهي عقل ومنطق؟ ما هم ما عندهمش عقل. خدي بالك ان هو القصه مش قصه ان نوليهم او لا، هم تخريب عشان خاطر يظهروا عدم استقرار، وده هيأثر على السياحه وده يبقى له. طيب يا ابني حلال بقالهم كام سنه بيعملوا الكلام ده؟ ما خدي بالك عشان ده نشوف حاجه ثانيه. ما خدي بالك خد بالك هم عايزين ايه. خد بالك دي مخططات غربيه صهيونيه. انت فاهمه. وهم ليهم تارجت عايزين ينفذوه بالعافيه، واحنا بعون ربنا. حد قدر علينا؟ لا احنا بيعنا ربنا سبحانه وتعالى. ما يجيبوا تاريخنا كمان، حتى لما كنا شويه صغيرين ما يجيبوا تاريخنا. مظبوط يعني الفرنسيين ما قدروش علينا، انجليز ما قدروش علينا. ده احنا من ايام الهكسوس. من ايام الهكسوس. وبعدين احنا داخلين على 100 مليون مش مالين عينيهم. لا مالين عينيهم. انا نفسي انزل انا احاربهم. انا يا واحده ست عايزه انا انزل انا اخد ربنا يخليكي وانا اللي احاربهم. ربنا يخليكي يا واحده ست يعني. قولي لي جمهور. بقول لك يا مدام نيفين، جمهور الاهلي اكتر ولا جمهور الزمالك؟ الاهلي اكتر. انت حاسه ده يعني في قعداتك في لقاءاتك في الشارع؟ كتير حتى في المدرجات. طب انت ابنك اهلاوي ولا زملكاوي؟ النقيب الشرطي. كلنا اهلاويين يا باشا. يا عيني. طب يا ستي محدش قدكم. مدام نيفين بشكرك. صباحك ورد وجميل. ان شاء الله يا رب يكون الخير على بلدنا كلها، وان شاء الله نبقى يد واحده ومحدش يدخل في وسطينا ابدا ابدا ابدا. ربنا يخليكي. كل سنه وانتم طيبين وربنا يحمينا يا اولاد. ربنا يخليكي يا مدام ويحللكم ايامكم ويصلح لكم حالكم. ربنا يخليكي يا مدام ويقوي على اللي هو فيه. ربنا يخليكي. بشكرك جدا مدام نيفين. كانت معانا. عايز اقول اسماعيلي ابعت انذار لبناهيني المهاجم بتاعه قبل ما يعاقبه ماليا. الراجل هرب بيقول لي $200,000 مش عارف ياخدهم، والاسماعيلي بلغ رسمي الفيفا انه اللاعب هربان وبيطلب ايقافه. ريكو ما ظهرش بالمستوى الجيد في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بتروجيت، وتوقعت إنه هيغيب عن تشكيلة الزمالك الجاية. هقول لكم مباريات الأسبوع القادم بعد شوية صغيرين. معايا على التليفون أحمد أبو حميد. ألو. أيوة يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الفل يا أبو حميد. محمد حبيبي، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام والله يا محمد. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام. أنت رايح الشغل ولا إيه؟ في العربية والله طالع على شغل أهو إن شاء الله. أنت بتشتغل إيه؟ أنا شغال مندوب مبيعات. راح على فين بقى؟ راح على مدينة العاشر من رمضان. يلا ربنا يكرمك ويرزقك بالحلال يا رب. اللهم آمين يا رب. بتبيع إيه بقى يا أبو حميد؟ أنا ببيع منتجات كوكي ومندوب تبع شركة توكيلات.
هتخلص علينا. يا فندم والله يا أخي. ربنا يكرمك دايما يا ابو حميد كده، والناس لما بتصحى بدري وتروح شغلها ربنا بيرزقها والخير بيبقى كتير، وكلنا نشتغل عشان خاطر ايامنا تبقى حلوه وجميله. قول لي بقى يا ابو حميد، اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي صميم ان شاء الله. يا ده الاهلي بدأ يشد يا جماعه، الزملكاويه لازم يسخنوا. لا مفيش احسن من الاهلي بصراحه، لان احنا اتولدنا لقينا الفريق ده هو اللي موجود في مصر. ليه ما في الزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري والشرقيه والمنصوره وكل الفرق؟ النادي ده في دمنا من صغرنا يا استاذ محمد والله. اهم حاجه تنتمي بدون تعصب. لا بدون تعصب الحمد لله. هو ده المهم. حب ناديك وازعل واعمل كل اللي انت عايزه، المهم ان التعصب ما يبقاش موجود بيننا. لا لكن انت شايف ان جمهور الاهلي اكتر كام في المية يعني تقريبا؟ هو جمهور الاهلي اكتر طبعا يا استاذ محمد، يعني هنقول بنسبه مثلا 80%. 80%؟ 80% طبعا. ده انت تخش طب بيها دي. ابو حميد بشكرك ودايما متواصل معانا، استنى تليفونك على طول. بشكرك شكرا جزيلا. احمد كان معانا. عايز اكمل بس من الاسماعيلي من ضمن اخباره ان الاسماعيلي عايز يجيب مهاجم افريقي في شهر يناير الجاي. بيفاضل الحقيقه بين 3 مهاجمين افارقه، واحد نيجيري وواحد ايفواري وواحد زامبي، وهم بيتكتموا على اسماء ال3 لانه مش عايزين حد يخش معاهم في الصفقه، لانه في احتياج لهدافين كتير في الدوري المصري. هداف الدوري لاعب المقصة بوكو نانا بوكو عنده عروض بعد ما تصدر هداف الدوري. تألق الحقيقة بشكل كبير جدا هذا الموسم، عروض كتير جاله من الامارات ومن الصين. وزارة الرياضة بتدرس مقترح ان يبقى رجال اعمال يكونوا صندوق رياضي خلال الفترة الجاية. كابتن عادل طعيمة بيترك قطاع الناشئين في النادي الاهلي كان رئيس، والحقيقة تصريحات الكابتن عادل بتدل انه راجل محترم، بيقول ان اقالته اكيد قرار في صالح النادي بعد ما مجلس الاداره امبارح اسند المهمه للكابتن محمود صالح حتى نهايه الموسم، وتوجيه الشكر للكابتن عادل طعيمه. الكابتن ثروت سويلم مدير التنفيذي لاتحاد الكوره بيقول انه صعب جدا ان استاد القاهره يستضيف مباراه تونس الوديه، وانه الامن رفض بسبب الانشاءات اللي بتتم هناك في كوبري فعلا في المنطقه دي قدام مسجد الرشدان، قدام مسجد ال رشدان. فالكابتن ثروت سويلم بيقول ان الامن رفض يكون في جمهور، لو عايزين تلعبوا على الاستاد بدون جمهور فانا بتصور انه هيتلعب المباراه اما على استاد السلام او الدفاع الجوي. عموما كان في كلام انه في رابطه انديه محترفه هتتم الفتره الجايه، والحقيقه انا قريت في الاهرام زميلنا محمد ابو الخير كان كاتب ان المهندس محمد مصلحي هو الاقرب لرئاسه رابطه الانديه المحترفه. انا عارف ان محمد مصلحي بعد عن العمل العام الحقيقه بقاله فتره، وانا متذكر انه قال لي كذا مره انه يعني ترك العمل العام والفتره واكتفى بالفتره اللي حقق فيها نجاحات مع الاتحاد السكندري، لكن طرح اسمه من جديد علشان خاطر يترأس لجنه الانديه المحترفه كراجل بقى بعيد عن الاهلي والزمالك والكلام ده. هو راجل معروف بعلاقاته الطيبه جدا مع كل الانديه. خلينا نكلمه النهارده ونقول له استاذ محمد مصلحي صباح الفل. صباح النور استاذ محمد، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وحشني والله، كله تمام والله. انت وحشني جدا ويعني متابعك وربنا يبارك لك، وانت فعلا يعني ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا باشمهندس. واقول لك يعني الخبر اللي انا قلته ده صحيح؟ يعني في كلام او في يعني سؤال ليك انه في حاله تكوين رابطه الانديه المحترفه، وانت عارف مع الظروف اللي بتحصل والتطور الكبير جدا اللي بقى في مجتمع كره القدم وبقى في الانديه الخاصه اللي بتلعب في الدوري الممتاز وتطور اللعبه والجانب الاقتصادي الضخم اللي بقى موجود، بقى عندنا احتياج ضخم الحقيقه ان تبقى في رابطه انديه محترفه. هل يعني استشاروك في انه ممكن تفكر؟ محمد ما ينفعش يعني، لازم اتكلم حضرتك بكل امانه. تمام. حضرتك طبعا انا زي اي واحد في مصر قرا الخبر في جورنال محترم زي الاهرام وكاتب محترم زي الاستاذ محمد ابو الخير. قريت الخبر فعلا، والخبر فعلا انا يعني استغربت له بصراحه. بكلام بامانه، انا طبعا علاقتي طيبه جدا بالاستاذ هاني ابو ريده وجميع اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، ولكن ما فيش اي حد فتح معايا هذا الموضوع. طبعا هو موضوع كبير، موضوع محتاج فعلا ان احنا كلنا كناس مهتمين بصناعه كره القدم في مصر ان احنا نحاول ان احنا ننمي هذا يعني هذه الرابطه متمثله في دول كثيره جدا على راسهم طبعا انجلترا، ولكن ما فيش حد كلمني. انا علاقتي فعلا طيبه بجميع الناس، علاقتي طيبه طبعا
بالمهندس محمود طاهر، بالمستشار مرتضى، كل رؤساء الانديه علاقتي بيهم طيبه جدا، ولكن ما فيش حد فتح معايا هذا الموضوع ولا من قريب ولا من بعيد يعني. ولكن طبعا لو حتى اقترح الاسم ده شرف كبير ليا، ولكن انا بامانه وانا بكلم حضرتك الموضوع ما حصلش مني حتى بلوره لهذا الموضوع. انا حابب ان انا اكون بعيد، حابب ان انا يعني بشوف اي حد بيطلب مني اي نوع من الدعم الفني او الدعم الفكري، ولكن ما حصلش اي اتصالات في هذا الموضوع. ما حنتش ترجع تاني مجتمع الكوره وترجع تاني تتواجد في الصوره بالنسبه سواء في جوه اسكندريه او في المنظومه بشكل عام؟ بص يا محمد، حضرتك طبعا يعني سيدي العارفين احنا يعني اللي اشتغل في العمل العام او اشتغل في العمل انت هتقول لي ما انا بقالي 3 سنين دلوقتي. بالظبط كده. فانت حضرتك تحاول تبعد. حسيت بيك والله. والله تحاول تبعد، بتلاقي نفسك حنينك بيقرب للموضوع، ولكن انت في الاخر انا واخد يعني بيني وبين حضرتك واخد قرار في هذا الموضوع. ولكن طبعا يعني انا يعني قبل كده برضه المهندس هاني ابو ريده مشكورا ان هو كان مرشح اسمي بقوه ان انا اكون معاه في قائمته في الانتخابات. بامانه هو كلمني وراجل يعني تربطني بيه علاقه محترمه، ولكن انا كنت واخد قراري في هذا الموضوع. لما اتعرض طبعا ان انت بتتكلم في بوست محترم زي رئيس لجنه الانديه المحترفين، ده بوست محترم طبعا. عينيك بتزغلل انك تفكر ترجع ما ترجعش، ولكن بامانه انا يعني حتى حاولت ان انا اكلم المهندس هاني ابو ريده واسلم عليه بخصوص يعني العمليه اللي كان عملها، ولكن انا بعت له طبعا ورد وسلمت عليه على ابنه، ولكن ما حصلش بينا اي اتصال. يعني ده ملخص القصه كلها يعني. تمام يا باشمهندس محمد، بنتمنى لك دايما التوفيق، وانت يعني راجل يعني تاريخك معروف وواجهه مشرفه في اي مكان تعمل فيه. بشكرك محمد وبالتوفيق وربنا يبارك لك. ربنا يخليك. المهندس محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري الاسبق، لانه بقى له فتره الحقيقه بعيده عن الوسط. اقول لكم بسرعه كم خبر. النادي الاهلي بيعلن ان هو سيتم اعاره اللاعبين المجمدين بعد موافقتهم. مجمدين يعني بياخدوش فرصه الحقيقه. صالح جمعه، مؤمن زكريا، في عدد انطون، جون انطون، كل الناس اللي هي بتاخدش فرصه الفتره اللي فاتت سيتم اعارتهم في شهر يناير حال اقرار الاستكمال او الاستبدال او قاعدين نطلع احنا في مسميات، لكن هيتعمل اصلا الموضوع ده ولا لا لسه عليه انقسام. مايوكا حتى الان الزامبي لم يظهر بالمستوى المطلوب مع نادي الزمالك، وفي اتجاه ضخم جدا داخل مجلس اداره الزمالك للخلاص منه في يناير القادم. اما انطوي مهاجم الاهلي فبيشترط الحصول على راتب الاهلي، بياخد $200,000 في السنه. بيقول لك انا يعني عشان اروح اي نادي تاني هنا في مصر لازم اخد نفس الفلوس اللي باخدها في النادي الاهلي. وهيكون في وفد سعودي موجود خلال الايام القادمه على التفاوض لاستعاره صالح جمعه نجم الاهلي. 5-316 105-3 رسايلنا. جمهور الاهلي اكتر ولا جمهور الزمالك؟ ده استفتاءنا بعد اقل من ساعه ونص. هنقول لكم نتيجه الاستفتاء اللي مستمرين معاه على مدار الاسبوع الحالي. الاسماعيلي بيتعاقد مع صانع العاب فريق نجوم المستقبل اسمه مهاب ياسر، عنده 19 سنه مده 5 سنين عقده. وايضا الاسماعيلي بيستعجل الفيفا لاصدار حكم ضد الشباب السعودي بسبب جون انطوي اللي هو لاعب الاهلي الحالي. لسه الاسماعيلي مستحقات عند الشباب السعودي لم يحصل عليها حتى الان. والاسماعيلي امبارح عمل مباراه كبيره جدا، كسب اسوان 5-0، وكانت الحقيقه استعاده مره اخرى لاداء الدراويش اللي احنا عارفينه في السنين اللي فاتت بعد فتره تعثر كده. وابراهيم حسن نجم الاسماعيلي احرز هدفين امبارح، بيقول كنت اتمنى اجيب الهاتريك بقى، يعني يجيب الهدف الثالث خلال مباراه امبارح، لكنه اكتفى بهدفين. وسعيد جدا ابراهيم حسن بعودته مره اخرى لتسجيل الاهداف وعوده الاسماعيلي للانتصارات. وبيقول ابراهيم حسن نجم الاسماعيلي الان ان المباريات الجايه محتاجه تركيز شديد جدا لمواصله هذه الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب. وباهر محمدي الباك رايت بيقول قاعد الجماهير بمواصله التالق واحراز الاهداف، وان الفوز ده هيدي ثقه للفريق خلال الفتره الجايه. بيقول الفريق محتاج مسانده لان في تقريبا 6 لاعبين دلوقتي من الناشئين او اللاعبين صغار السن بيحتاجوا كتير من الخبره خلال الفتره الجايه. بنتكلم عن الاسماعيلي والدراويش، معانا نجم سابق للدراويش ومدرب حراس المرمى كابتن سعفان الصغير. صباح الفل يا كابتن سعفان. صباح الخير يا محمد، ازي حضرتك؟ وحشني والله، كله تمام
ربنا يخليك يا استاذ محمد. كابتن سعفان يعني مش كده الكلام الجميل ده. ربنا يخليك كابتن سعفان، وبقول لك مبروك الفوز امبارح، بعيد عن النتيجه ان هي كبيره لكن استعاده مره اخرى لانتصارات الدراويش. والله يعني سيبك من النتيجه، احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي مثلا يمكن احنا برضو بقالنا فتره كبيره، مثلا كنت لسه بحكي للكابتن اشرف خضر والكابتن محمد نصر ابو يوسف والكابتن احمد يناوي ان احنا كانت اخر مباراه كسبناها انبي كانت من فتره. الحمد لله يعني بنتيجه امبارح بالاداء كمان، يعني امبارح كان الحمد لله كانت في نتيجه واداء في وقت واحد. الحمد لله نتيجه كويسه، يمكن اول مره النتيجه تتعمل في الدوري السنه دي. بنفكر في الماتش بتاع بتروجيت، بنفكر في ماتش الاتحاد السكندري اخر ماتشين في الدور الاول، هيفرقوا معانا كتير جدا ان شاء الله لما ربنا يكرمنا ان شاء الله ونجيب 6 بونت، هيطلعونا مركز جميل نتوقف معاه بقى مع توقف الدوري. يبقى في فتره اعداد ان شاء الله نعملها كويسه ان شاء الله سواء خارج مصر او داخل مصر. لعب النادي الاسماعيلي طبعا انت عارف يا استاذ محمد، يعني الناس كلها مشتاقه لعوده النادي الاسماعيلي والحمد لله يعني. وترتيبكم الحقيقه لا يتناسب مع امكانيات الاسماعيليه والاسماعيلي، يعني التاسع 20 نقطه، ترتيب مثال متراجع السنه دي يا كابتن سعفان. والله يا استاذ محمد انت عارف برضه احنا عندنا في اول السنه كده حصل كده حاجات في اللعيبه والقماش وحاجات كتير، حاجات كتير جدا. فاحنا برضه يعني اللعيبه برضه لو تاخد بالك محمد اللي فيه لعيبه من عندنا السنه دي اتباعت ومشي، فكان عندنا مشكله كبيره جدا في موضوع التأييد. بس الحمد لله برضه احنا مستنيين فاضل الانتقالات ان شاء الله في شهر 1 مستنيين ان شاء الله، يعني لما الدوري يخلص برضه انت مش غريب برضه يا محمد لما اقول لك اللي جماهير الاسماعيليه كلها عارفه، ويمكن ابراهيم بن عثمان كمان رئيس النادي الاسماعيلي صرح لجماهير الاسماعيليه قال لهم ما تاخدوش مني حاجه السنه دي، حاسبوني من السنه الجايه. وانا عاجبني سياسه فكره ان هو عدم المبالغه في اسعار اللاعبين، عدم المبالغه في العقود، عدم المبالغه الاعتماد على قطاع الناشئين. يعني واضح الاسماعيلي السنه دي ربنا يزيده فضل اللي هم قاعدين ياخدوه. الباشمهندس ابراهيم مشي في موضوع اللي هو سقف اللعيبه والحاجات دي، اللعيبه كلها على فكره محمد اللعيبه كلها راضيه. هو افضل شيء ان انت تتعامل مع الامكانيات المتاحه، لازم يبقى المسؤول عارف امكانيات النادي ايه. والنادي الاسماعيلي عنده قطاع ناشئين معودنا طول عمره انه بيخرج نجوم بيروحوا انديه كبيره جدا وبيبقوا نجوم الكره المصريه يعني. فاذا كانت السنه دي فاصله علشان خاطر الاسماعيلي يستعيد قوته سواء الفنيه او الاقتصاديه في السنين الجايه، اعتقد الجمهور هيقدر ده بشكل كبير جدا. لا الجمهور اللي بيفهم كوره يا محمد هو اللي عارف ان السنه دي هنعديها ايه يعني كده يعني واحده واحده، لما من السنه الجايه ابتدي حاسب بقى لان هتبقى خدت وقتك وزمنك في تكوين الفريق بالشكل الملائم والمناسب لاسم الاسماعيلي. لكن انا بقول لك محمد عواد السنه دي، محمد عواد اداؤه الحقيقه طيب جدا السنه دي. والله يا استاذ محمد هو يعني اداؤه كويس ويمكن الموضوع دوت ما عادش بتكلم فيه زي الاول، لان برضه ايه اختيارات الكابتن احمد ناجي دي حاجه ترجع له هو طبعا. ما اقدرش اعقب عليها، ما اقدرش اعمل كومنت عليها. بس خد بالك برضه في نجوم كتير في يعني ومعذور، لانه واحد زي الحضري ولا شريف اكرام متالق جدا الفتره اللي فاتت، احمد الشناوي متالق جدا الفتره اللي فاتت، وجنش متالق، عواد متالق برضه يعني. هو في حيره طبعا حيره هو في حيره، ودي حاجه على فكره بتصب في الاخر للمنتخب لصالح المنتخب جدا لما كل نادي يبقى فيه حارس مرمى، يبقى فيه 2 حراس مرمى، دي بتصب في الاخر لمنتخب مصر. بس هو في حيره ان هو مش قادر ياخد مين ويقعد مين ويصفر مين. دي حيره طبعا. لكن انا هسالك بسرعه، انا عارف ان عندك تمرين دلوقتي مش كده؟ نفكر كده اللعيبه اللي ما لعبتش امبارح بالمرة تمرين ان شاء الله. هتبدا التمرين دلوقتي؟ يعني قدام 10 دقايق يا محمد. ابراهيم حسن مكمل مع الاسماعيلي ما فيهوش مشاكل؟ لا ابراهيم ماضي مع الاسماعيلي 5 سنين ومكمل وما فيش اي نادي حد يا محمد يعني اي حاجه بتعشقه وبتحبه الاسماعيلي دوت، يعني ما اي حد يستنى حتى يعني انا اسف يعدي من جنب النادي الاسماعيلي، فما فيش حد يقدر يستنى على النادي الاسماعيلي الا في حاله واحده بس، الا لو هو مش عايز الا لو هو اللي مش عايز. بالظبط. هل فعلا في نيه للتعاقد مع مهاجم افريقي زي ما قلت من شويه؟ انا ما قلتش من شويه، انا اللي قلت حضرتك لا في مهاجم طبعا لان المركز دوت انت عارف برضه عندنا برضه يعني مركز ده مش قليل، موجود عندنا شغل نجيب والصعيد ووليد عطيه، بس هو برضه كابتن سعفان الصوت بيقطع ويبدو ان الشبكه تدخلت بقى جوه الاستاد فالشبكه. لا انا لسه في الاوضه يعني بنجيب مهاجم وهنجيب ان شاء الله يعني في برضه في خط الظهر شويه كده لازم برضه يعني
يبقى في انسجام كده ما بين اللعيبه ان شاء الله، ففي فتره التنقل ان شاء الله هيبقى في حاجه. انتوا خلاص صرفتوا النظر عن بناهيني بقى، متهيألي بعد هروبه دلوقتي الموضوع بقى موضوع قانوني اكتر منه فني يعني بالنسبه لكم كجهاز فني. لا هو بص يا محمد، هو اللي هرب وهو اللي مشي وهو اللي ما يعني ما هو برضه هو يقول لك انا محترف وعايز فلوسي، بس الفلوس كانت هتيجي واحده واحده وانت عارف باشمهندس ابراهيم عثمان ما بيأخرش حاجه على حد الصراحه يعني. طول عمره حتى لو ما فيش فلوس في النادي او ما فيش فلوس من الرعايه هو بيدفع من جيبه، انما بناهيني ما قعدش على الترابيزه وخد ودة مع مجلس الاداره. تمام. اول مره واحده كده صحينا لقيناه خد شنط ومشي. فالنسبه لي للعوده لا صعبه جدا مع تفكير الباشمهندس ابراهيم ودماغه ما ينفعش يرجع بناهيني. بشكرك جدا كابتن سعفان الصغير، ونتمنى للدراويش كل التألق خلال الفتره الجايه. شكرا جزيلا. اقول لكم بسرعه مباريات بكره او مباريات الجوله الجايه يعني. يوم السبت هيتلعب 3 مباريات. طلائع الجيش مع سموحه، ده هيكون على استاد جهاز الرياضه العسكري الساعه 2:30. الانتاج الحربي هيواجه انبي على استاد السلام الساعه 5. الاتحاد السكندري مع الزمالك على استاد برج العرب الساعه 8. وان الزمالك غير وعدل من برنامجه التدريبي وهيتمرن على الملعب بتاعه، هيسافر يوم السبت ان شاء الله الى برج العرب لهذه. يوم الجمعه هيسافر لبرج العرب لهذه المواجهه. يوم الاحد هيتلعب 4 مباريات. الداخليه مع وادي دجله على استاد كليه الشرطه الساعه 2:30. الشرقيه مع طنطا على استاد بنها الساعه 2:30. بتروجيت والاسماعيلي على استاد الجيش بالسويس الساعه 5. الاهلي هيواجه المصري البورسعيدي الساعه 8 على استاد برج العرب. والاثنين هتختتم هذه مباريات هذه الجوله. النصر التعدين مع مصر المقصه الساعه 3 في استاد اسوان. واسوان مع المقاولون العرب على استاد برج العرب في تمام الساعه 7. احمد حسام ميدو يعني امبارح اتهاجم بشكل ضخم جدا جدا جدا، وانا الحقيقه كرجل ميديا كنت مندهش وهتكلم على هذا الموضوع. انتظروني. اخر مع محمد شبانه. كلمونا على 38 35 316. رسائلنا على 105 3. استفتانا بيقول من جمهوره اكتر، الاهلي ولا الزمالك؟ بسرعه تفاعلوا معانا، بقى لنا ساعه بالظبط وهنعلن نتيجه الاستفتاء. ابو حميد صباح الفل. صباح الفل عليك يا محمد بيه وعلى كل الطاقم الحلو اللي مع حضرتك. صباح الجمال. انت فين؟ انا دلوقتي في شغلي في المنيل. وفاتح نغم اف ام وانت قاعد في الشغل؟ طبعا انا الراديو صديقي. صديقنا كلنا وصديق كل المصريين. خد بالك البلاد اللي فيها زحمه زينا كده الراديو ما بتوقفش فيها. لا بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه بعيد بقى، ان انا ما عنديش عربيه ولا الكلام ده. انا من بسمع، انا عندي 39 سنه بسمع راديو من وانا عندي 4 سنين. برافو عليك. ونغم اف ام بقى كمان ليكوا ناس حبايبي مواظب على سماعهم يعني. ربنا. اميره نور وخلود نادر وناس حلوه كتير. طبعا انضاف لهم استاذي وحبيبي استاذ محمد شبانه. ربنا يخليك يا ابو حميد. الشخصيه اللي بحترمها حقيقي لان هي صاحبه مواقف ومبادئ، وربما اختلف معاها كتير لكن بيعجبني ثباته على مبادئه وعلى مواقفه. ربنا يخليك يا ابو حميد. قول لي بقى، اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي وعضو عامل في نادي الزمالك. اهلاوي. انت اكيد بيتك قريب من نادي الزمالك. لا والله خالص، انا كنت ساكن في باب الشعريه والجماليه قبل ما اتجوز. انا اتجوزت وقعدت في الجيزه، بس من وانا يعني كان بيت جدي في باب الشعريه وبيت والدي في الجماليه. بس هو لان والدي كان عضو في نادي الزمالك من سنه 69 فبالتبعيه طبيعي اصبحت عضو. كنا بنروح عادي يعني. فانت خدت يعني العضويه من والدك. بالظبط كده. لكن والدك كان زملكاوي بقى اكيد. لكن اهلاوي جدا برضه. هو الزملكاوي اللي عندنا اخويا الصغير ده الوحيد اللي في طقم العيله كله زملكاوي. ده اللي فلت. بالظبط كده. تمام. بتغيظه بقى لما بتبقى الاهلي كسبان؟ ما اقولكش، اصل هو اصلا يعني هو كان اهلاوي اسما ومره واحده كده وعنده 16 سنه بقى زملكاوي متعصب. هو عنده كام سنه دلوقتي؟ هو دلوقتي عنده ماشي دلوقتي 33 سنه. يبقى اكيد بقى كان خارج مع الشيكا والمجموعه اللي كانت جابت شويه جمهور لنادي الزمالك. لا ده هو ابتدى يشجعهم مع دفعه فريق الاحلام اللي هي 95 96 96 97. يا خبر ابيض، ده ايام بقى قاسي سعيد والمجموعه احمد الكاس وايمن شاوي وعبد الجليل والدفعه دي بقى غير ولد الزمالك اشرف قاسم واسماعيل يوسف. طيب تمام. طب قول لي بس يعني بعيد بقى عن الانحياز، وهتكون منحاز ابو حميد؟ لا والله يعني جمهور الاهلي اكتر ولا جمهور الزمالك؟ والله بالنسبه للي انا شايفه في كل مصر جمهور الاهلي اكتر باستثناء خط القناه. انما انت لا، سيبك من يعني خط القناه او خط البرليف ولا سيبك من كل الكلام ده. خلينا نتكلم قعداتك، اصحابك، الشارع، الجيران، على القهوه، في الشغل. لا والله العظيم وبدون يا ربنا الاهلاويه اكتر.
طيب ابو حميد تمام. النهارده جمهور الاهلي شادد بشكرك يا ابو حميد. جمهور الاهلي شادد جدا يا جماعه النهارده، وهيقلبوا نتيجه الاستفتاء. فالزملكاويه بسرعه يسخنوا ويتواصلوا معانا عبر الرسائل او عبر التليفون. رسائلنا 105 والتليفون 38335 بسرعه هقول لكم شويه اخبار كده عن النادي الاهلي قبل ما ادخل بقى في الموضوع بتاع ميدو كده برضه، عشان عايز اتكلم فيه. احمد حجازي خارج مباراه المصري، خارج تشكيله مباراه المصري اللي هيلعبها الاهلي يوم الاحد القادم. عمرو السولية ايضا خارج التشكيل الاصابه. اجاي كان كدمه واعتقد ممكن يشارك في ماتش المصري. مؤمن زكريا كابتن حسام البدري متحفظ على العرض اللي جاي له من الوحده السعودي هو صالح جمعه، ويمكن موضوع الاستبدال او الاستكمال ده يكون له تاثير في القرار. التمرين الاهلي النهارده الساعه 3 وهيسافر بكره قبل المباراه اللي هتقام يوم الاحد القادم. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي بيعلن انه ملف التجديد مغلق دلوقتي. تجديد اي لعيب، طبعا في نجوم كبار وعودهم هتنتهي السنه دي، عماد متعب، حسام غالي، لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول دي فتره تركيز، نعدي الدور الاولاني وبعد كده نشوف ممكن نعمل ايه. عايز اقول لكم برضو بسرعه اخبار الزمالك. حسين ياسر محمدي فاجئ نادي الزمالك وبيطلب قدم شكوى للفيفا ل 250,000 جنيه مستحقات متاخره. الزمالك عنده مشاكل مع الفيفا في عدد كبير من اللاعبين اللي شاكيين النادي ليه عقود سابقه، منهم اجوجو النجم الغاني السابق اللي كان بيلعب في الزمالك. والفيفا الحقيقه بعد الحكم اللي صدر من الاحكام لجنه الانضباط في الفيفا انه ممكن الزمالك يتاثر بعقوبه، لكن نجح وفد الزمالك اللي كان موجود في سويسرا انه ياخد مهله للنادي 45 يوم لحين تسويه الامر مع جوجو والمستحقات المتاخره. الكابتن حلمي وكابتن اسماعيل يوسف المدير الفني ومدير طبعا الكوره الكابتن اسماعيل بيتفقوا على حل مشكله حراس المرمى. جنش بيطالب ان يكون في دايما تبادل المباريات، يلعب مباراه والشناوي يلعب مباراه، كان الشناوي متالق جدا خلال الفتره الاخيره. دونجا غاب عن تدريب الزمالك امبارح بسبب مرض والدته، بنقول لدونجا الف سلامه على والدتك ويرجع النهارده ان شاء الله من جديد. وفي جهاز الزمالك كابتن محمد حلمي اعلن رسميا انه بيرفض نظام الاستبدال اللي كابتن مجدي عبد الغني او الاستكمال اللي قال لنا عليه انه لازم هيطبق كابتن مجدي طبقا للوائح الفيفا. وايضا الكابتن حلمي صرح وقال ان الزمالك جاهز للقمه في اي وقت لكن بدون ظلم. الظلم طبعا بيقول انه في حاله ان التاجيل الاهلي عايز ياجل او الاهلي عايز الزمالك يلعب مؤجلاته قبل ما يواجه الزمالك، لكن في النهايه اللي طلب التاجيل هو الجهاز الفني لمنتخب مصر، وبالتالي المباراه خلاص اتاجلت. والكابتن حلمي هيستعد لكاس مصر زي ما قال كابتن عامر حسين انه هيستبدل المواعيد دي يوم 29 ديسمبر كان ميعاد المباراه، فهيلعب الزمالك مباراه في الكاس وهيلعب الاهلي ايضا مباراه في الكاس عشان لجنه المسابقات تستغل الوقت ده بعد طلب كوبر بتاجيل هذه المباراه. وزي ما عرفنا اتحاد الكره المهندس هاني بوريده قرر بالفعل تاجيل المباراه، لكن هيعلنوا رسميا يمكن النهارده او يوم السبت بالكثير جدا. لجمهور الزمالك خلاص بقينا اقل من 40 دقيقه ونعلن ان النتيجه. الاهلي بدا على فكره يفرق بشكل يعني مش قليل، فجمهور الزمالك برضو بدا بيبعتوا لي يقولوا لي الزمالك الاهلي ابعتوا اسماءكم يا جماعه عشان خاطر حتى نبقى نقول اسماءكم. انما عايز جمهور الزمالك يسخن وجمهور الاهلي عشان نعلن النتيجه سريعا. احمد ديودار بيحسم رحيله من نادي الزمالك في جلسته النهارده مع المستشار مرتضى منصور بسبب ان احمد ديودار شايف انه بياخدش الحقيقه فرصته في الفترة اللي فاتت. معايا خديجة. صباح الخير يا خديجة. صباح الخير والورد. صباح الفل. يعني عايزة اقول لك برومو للبرنامج صباح الخير والرياضة والهمة والنشاط، ومن الاخر العقل السليم في الجسم السليم مع الكابتن محمد شبان. يا سيدي احنا هناخدك في البرومو الجاي. حضرتك معلش انا هسأل سؤال بس ملح شوية في الرياضة طبعا. يعني هل لو في فريق عنده لاعبين محترفين من دول اخرى هل ممكن هذا الفريق لو مشارك في بطولة خارجية أو أي بطولة مثلا أفريقية ينفع يشارك بهؤلاء اللاعبين الأجانب في البطولة الدولية اللي هو مشارك فيها؟ طبعا. يعني الأهلي عنده مثلا دلوقتي أجاي، فالأهلي يلعب في بطولة أفريقيا هيشارك معاه كمهاجم وأجاي مش مصري. الزمالك معاه مايوكا زامبي، لو الزمالك لما يلعب في دوري أبطال أفريقيا أو في أي بطولة خارجية هيشارك معاه طبعا. لان هو بقى انت عايزه يا خديجه ياخدوا كل الدولارات دي، والدولار بقى الوقت داخل في 20 جنيه اهو. لا انا اقول يمكن الفيفا تقول لك ايه لازم الفريق المصري يجيب مصريين. لا ده المنتخبات
خدي بالك انت بس خلطتي. منتخب مصر ما ينفعش يشارك معاه لعيب اجنبي. منتخب البرازيل لازم يبقى برازيلي، منتخب البرتغال لازم يبقى منتخب برتغالي. انا كنت عايزه افهم النقطه دي. حاجه اخيره بقى معلش، يعني تلاقي ميسي مثلا بيلعب في برشلونه لكن في المنتخبات مع الارجنتين لانه ارجنتين. انا على فكره اقصد النقطه دي يعني. شفت انا وصلت لك بسرعه. لا كويس انك فهمتني حضرتك يعني. بس عايزه اقول حاجه، رساله لنادي الزمالك من عند سيادتك هنا. اتفضلي. اغلب المباريات يعني اللي الزمالك بيلعبها انا زملكاويه وبحبهم جدا. بس انا بقول للاعيبه الزمالك اعملوا نفذوا خطه المدرب وتحرصوا على التسديد السليم للشوطه والتمرير، يعني يكون بتركيز. انت قصدك الزمالك بيضيع فرص كتير؟ يا فندم والله وانت بتقعدي دمك محروق بقى وانت بتتفرجي. والله يعني حضرتك يعني انا عايزه اتبرع واوديهم لدكتور عيون يشوف ايه حكايه عدم النظريه السليمه. يعني بتفشل كل البساط حتى البلنتات. طب بقول لك ايه احنا ناخد لعيبه مصر كلها نعملها عمليه ليزك عند الدكاتره، واخده بالك؟ ويبقى 6-6، ورغم كده هيضيعوا برضه لانه تضييع الفرصه ملوش علاقه بالنظر، لكن له علاقه شويه بالتركيز، له علاقه شويه بالجانب البدني. يعني ممكن ابقى انا خدي بالك انه جسم الانسان ممكن المخ يدي اوردر بشكل معين، لكن تنفيذه لو انت جسمك كلاعب طبعا لو انا التوافق العضلي العصبي مش سليم، لو انا مش مركز بشكل سليم، الجسم مش هينفذ الاوردر بتاع المخ بشكل سليم. يعني اللعيب اللي بيشوط شوطه تيجي فوق العارضه هو قاصد طبعا يحطها في المرمى، لكن التنفيذ نفسه كان خطا، لكن الاوردر من المخ سليم. فده محتاج شغل وتدريبات وحاجات، لكن خلاص احنا هنبعت مسج. كذا مره يعملوها. بعدين عايزه يا لعيبه الزمالك خديجه بتقول لكم لازم تشوطوا في الجون، حرقتوا دمها. خديجه انا بشكرك شكرا جزيلا، واستني بقى عشان نتيجه الاستفتاء انت شاركت معانا قبل كده فمش هاخد صوتك. حضرتك اشكرك شكرا جزيلا. الرساله من فاطمه جالنا بتقول الاهلي اكتر. طبعا الاهلي شهدت في الاستفتاء. احنا دلوقتي عندنا تليفون، لكن خلوني بس اقول شويه اخبار لان الشغل كتير ومش كل يوم بقى هقعد يعني الغي الاخبار والغي الشغل معايا. اقول لكم بسرعه من اخبار المواقع. في الجول بيقول الاهلي بيكشف لي في الجول عن مكان معسكره استعدادا لقمه السوبر. الاهلي والزمالك هيلعبوا كاس السوبر، اهلي بطل دوري، الزمالك بطل الكاس، هيتلعب في الامارات ان شاء الله خلال شهر فبراير القادم. كابتن سعد عبد الحفيظ قال لموقع في الجول ان اللي هيبقى فيه معسكر تحضيري خلال شهر يناير المقبل هيقام في اماره دبي في الامارات قبل هذه المباراة. يلا كورة بيقول مصدر بالاهلي بيوضح حقيقة الموافقة على رحيل حمدي زكي وجون أنطوي. كان في تقرير في الوكالة الألمانية أكد أن الأهلي خلاص وافق على إعارة محمد حمدي زكي لأحد ناديي إنبي أو وادي دجلة خلال فترة الانتقالات. التقرير بيقول أن مسؤولي القلعة الحمراء وافقوا أيضا على رحيل مهاجم جون أنطوي لصفوف وادي دجلة مقابل $300,000 نظرا لأنه العرض الأفضل الذي وصل النادي بشأن اللاعب. مصدر في الأهلي قال لم نتلقى أي عروض بشأن حمدي زكي أو جون أنطوي في يناير، وبالتالي كيف نوافق على رحيل اثنين؟ طبعا الوكالة الأنبياء كاتبه أي كلام. الألمانية زي ما يلا كورة بيقول ان الخبر اللي كتبته الوكاله مش مظبوط. موقع الفريق بيقول الاهلي يجدد اتصالاته مع كاسترو وبيليات ويرصد $2 مليون. الاهلي عنده على فكره عمله صعبه كتير جدا وعنده ودايع بالعمله الصعبه كتير، لكن لما بلاقي الدولار ب 20 جنيه بيبقى الوقت في شويه بخل. يعني $2 مليون من 3 اشهر كان قيمتهم يعني اقل من 20 مليون جنيه، دلوقتي قيمتهم 40 مليون. اليوم السابع بيقول جون أنطوي بيشترط الحصول على مرتب الأهلي للموافقة على العروض المحلية. كابتن جمال غندور صباح الفل. صباح الفل يا أستاذ محمد، تحياتي ليك، ومش عارف أقول مبروك علينا ولا مبروك لكل المستمعين. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك، انت وحشني اكتر ودايما موفق، وعاجبني جدا موقفك من ازمه الحكام الاخيره وتواجدك في وسطهم النهارده زي ما عرفت في وجود الكابتن حسام عبد الفتاح والكابتن رضا البلتاجي، واي مشاحنات سابقه يعني بتذوب من اجل صالح الحكام اللي انا شايفه كده. يعني والله يا استاذ محمد انت عارف كويس قوي انه التحكيم عمره ما في حد يقدر يدير التحكيم لوحده. التحكيم مش محتاج لمجهود كل الناس. وانا عمري في حياتي ما اديت فرصه لحد انه يعمل فجوه او يعمل جدار بيني وبين التحكيم مهما كان. سواء كنت موجود كرئيس لجنه الحكام مسؤول او كنت موجود من بره لجنه الحكام، انا عارف كويس قوي ان الحكام محتاجانا كلنا، وعارف كويس قوي ان في ناس احيانا سواء بقصد او بغير قصد ممكن تعمل هذا الشقاق، وانا لن اسمح بيه انه يحصل ابدا مهما كان.
طب كابتن جمال الاجتماع امتى؟ المفترض دلوقتي مش كده؟ لا الساعه 1 ان شاء الله في مشروع الهدف النهارده يعني. هيكون تحليل ماتشات الدوري. خليها تبقى فرصه كمان نوضح انه تحليل التحكيم ما بين مؤيد ومعارض، كل واحد له وجهه نظر فيه. انا شايف انه تحليل التحكيم سواء كان في غرف الحكام وده بيعمله المسؤول عن التحكيم، او كان على الفضائيات وده بيعمله الناس اللي بتشتغل في الفضائيات. هو في جميع الاحوال لو انت عايز تستفيد منه، لو عايز تخليه ايجابي هتخليه ايجابي، تمام. ولو انت هتشوفه انه عفريت وهتخاف منه هيفضل بالنسبه لك موجود سواء كنت انت عايز او مش عايز. بس يا كابتن جمال يعني في فرق بين التحليل على الفضائيات وفي فرق بين الهجوم على الفضائيات. يعني الحكم انت النهارده حضرتك لما تكلمني تقول لي شبانه ادائك شويه التون في بعض الحاجات الاحيان بينام، ساعات بتقول اخبار ممله، ساعات بتطول مع ده اسمه نقد بناء. انت بتقول لي خد بالك. انما لما تطلع تقول لشبانه ما بيفهمش حاجه، ده شبانه ده مدعي، ده شبانه ده ما ينفعش. لا طبعا ده ما اسموش تحليل، ده ما اسموش تحليل، ده اسمه بلطجه اعلاميه. فده اللي بقوله، الحكم لازم يتاثر يا كابتن. لا الحكم بيتاثر بكلام الناس الغير متخصصين بقى اللي بيهاجموه. وده بيحصل. ما بيتهاجموا في التلفزيون، اصل الناس ما بتهاجموش في الشارع، في التلفزيون. انا فاهم. لا انا بكلمك عن نقطه الفقره التحليليه اللي بيقدمها خبير تحكيم، يعني حكم سابق تمام بيطلع يجيب لقطات ويقول الحكم هنا عمل كذا والحكم هنا عمل كذا والحكم هنا ما عملش. كابتن جمال انا بقالي دقيقه والنشره لازم تدخل، لكن انا بس يعني انتوا قررتوا تحطوا ايديكم في ايد بعض. انا ما عنديش مشكله. بص عايز اقول لك حاجه محمد. تمام. ما فيش حد يقدر، وانا بقول اهو، حتى جمال الغندور وعصام عبد الفتاح ورضا البلتاجي لو اجتمعوا، واحمد الشناوي لو اجتمعوا كلهم برضه لوحدهم مش هيقدروا يديروا التحكيم. لازم كتير موجوده. المنظومه كلها تساعد وتساهم. اي حد عنده مظبوط. اي حد عنده امكانيات يستطيع ان هو. كابتن جمال اخيرا رايك في استخدام خاصيه الفيديو؟ شفنا في كاس العالم للانديه الحكم. لا طبعا ده هتبقى مهزله بعد كده. مش كده؟ هتبقى مهزله ولها تاثير على القرارات. اقول لك على حاجه. تخيل ان اللقطه بتاعه كاس العالم للانديه بعد ما رجع شافها في الفيديو ورجع حسبها ضربه جزاء، قراره مش صحيح، قراره مش غير صحيح. تصور بقى. يعني كان القرار الاول هو الاصح. الاولاني هو الاصح. طيب طبعا فانت يعني متصور انه مش هيتطبق الكلام ده. لا مش هيتطبق. لا مش هيتطبق وهيترفض من بدايته. المسخره حتى المتعه نفسها والسسبنس زي ما بيقولوا بتروح. تقعد كل الوقت ده وبعدين ترجع تاني. مظبوط. وبعدين تقعد تشوف وهتقنع الناس ازاي يعني. كابتن جمال بشكرك، حكمنا العالمي الجميل، بشكرك شكرا جزيلا كابتن جمال الغندور. متواصلين معاك باستمرار. ابعتوا لي بسرعه عشان باقي لي اقل من نص ساعه. 3835316 ده تليفوننا، 105 الاس ام اس. جمهور الاهلي اكتر ولا جمهور الزمالك؟ الاهلي اكتر لجمهور الزمالك. بقى لنا اقل من نص ساعه، 25 دقيقه. النادي الاهلي اكبر، ده رضا عبد الحميد طبعا اعظم جمهور في الكون الاهلي في مصر وافريقيا، ده كريم عبد الغني. زمالك ما كتبش اسمه. احمد شديد بيقول هي عايزه استفتاء الزمالك طبعا. الاهلي اكتر طبعا، دي فاطمه. مصطفى صباح الفل. صباح الفل يا كابتن. عامل ايه يا مصطفى؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ احمر ولا ابيض؟ احمر ان شاء الله. فارقين لغايه دلوقتي انتوا يا درش. لا هو يا كابتن حوالي 70-80%. لا بس فارقين قوي كده. هقول بعد شويه، استناني بقى عشان هقول بعد تلت ساعه. لا ما تتنفخش والنبي. درش رايح على الشغل ولا ايه؟ لا يا فندم يا كابتن انا في البيت دلوقتي. انت كام سنه؟ 25. 25 سنه. بتشتغل ولا لسه يا كابتن. ليه يا مصطفى؟ خريج ايه؟ بدور يعني على شغل يا كابتن لسه برضه. خريج ايه يا مصطفى؟ نعم. معاك ايه؟ خريج ايه؟ دبلوم تجاره. وماله يا مصطفى انت عندك 25 سنه دبلوم، يعني انت مخلص من وانت عندك 18 سنه. طبعا. اشتغلت ايه في ال7 سنين دول؟ يعني كنت بشتغل في شركه ملابس دلوقتي، وبعد كده ما توفقتش فيها. مصطفى انا كنت في امريكا في نيويورك. ايوه. وماشي في شوارع نيويورك انا ومجموعه اصدقائي. تمام. تصدق بالله لا اله الا الله، كل 20-30 متر في تايم سكوير اللي هو اشهر ميدان في نيويورك، عربيه سندوتشات واقف على واحد مصري. عشان تكون عارف يعني اقصد اقول لك وكشري وعاملين اختراعات فته بالرز باللحمه بالفراخ. يعني اقصد اقول لك انه مش لازم تشتغل في شركه.
لو وقفت تبيع، لو رحت بص اوعى تقعد يا مصطفى في البيت، واوعى تاخد على القعده، اوعى تقعد تقول اصل الدوله ما عينتنيش، اصله احنا كلنا في بدايه حياتنا كان عندنا مشاكل، لكن اجتهدنا واشتغل. انا كنت بسهر، انا مره بيت في الاهرام من وانا عندي 20 21 سنه، كنت صحفي تحت التمرين في الاهرام، بيت 7 ليالي نايم في الاهرام. كنت بنزل اخد دش في الدش بتاع الجراج بتاع الجراج الاهرام. ليه؟ لانه كان شغل وعندي شغل ومصر ان انا اجتهد واتعين وابقى كويس. يا كابتن هو الشغل مش عيب يا كابتن، يعني هو اي حاجه بس يعني اقصد اقول لك لا تفقد الامل، اجتهد والرزق دايما مع المجتهد، ومن جد وجد، وربنا ان شاء الله يرزقك من حلال. وانت اهلاوي والفعل الاهلي متقدم حتى الان. اشكرك يا مصطفى. وانا بتكلم على موضوع ميدو ودجله والكلام ده، الاعداد على طول طلع لي مواعيد الماتشات، لانه برضو الهجوم امبارح على ميدو او على وادي دجله اتقالوا اصله الدوريات بتتلعب كل 3 ايام، وانه اللي بيفت، وميدو طلع قال مش كل الدوريات كل 3 ايام، ولما بيحصل ده حتى في اوقات محدده نتيجه تشامبيونز ليج او نتيجه الموسم الثلج والاجازات والكلام ده او الكريسماس والكلام ده. انا قدامي اهو جدول الدوري الاسباني على فكره، يعني يوم السبت والحد 26 و27 نوفمبر، وفي ماتش واحد يوم الاثنين، بعد كده السبت اللي بعديه يعني غرناطه واشبيليه. الاشبيليه كانت لعبه الحد 27 نوفمبر، بعدين بيلعب السبت 3 ديسمبر، 5 ايام او 6 ايام فرق. بعد كده الدوري بتلعب يوم الحد 4 ديسمبر، والاثنين 5 ديسمبر، وفي ماتش واحد يوم الجمعه اللي فيه ملقا اللي هو كان لاعب قبلها الحد، يعني فرق 5 ايام. وادي الاسبوع اللي بعديه. طبعا كلكم متابعين الدوري الاسباني. قدامي حتى اهو ماتشات، بعد كده الماتشات بتتلعب سبت وحد في طول السنه، يعني 22 يناير هيبقى سبت وحد، 28 29 يناير سبت وحد، الاسبوع اللي بعديه 11 و12 فبراير 2017 سبت وحد. اروح لكم على الدوري الايطالي، برضو بحاول اجيب لكم بتوع الايام دي وبتوع الفتره اللي جايه، لكن عشان بس ما نقعدش احنا نقول بنفت وخلاص. الراجل بيقول الحقيقه وجهه نظره، طلع انتقد بوجهه نظره، ما طلعش انتقد. المهم مش عايز اشغلكم، لان تقدروا تخشوا على الانترنت تعرفوا كل جداول الدوري، تعرفوا مين اللي بينتقد ومين اللي ما بينتقدش. حوده صباح الفل. صباح الفل يا استاذ محمد. عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. في الشغل؟ ان شاء الله باذن الله. شغال ايه يا حوده؟ انا شغال مشرف مبيعات. يا سيدي. اترقيت يعني؟ الحمد لله تمام. كم سنه يا حوده؟ انا 25. طيب تمام، يلا الله يكون مصطفى سمعنا 25 سنه وخالي شغل يبقى عامل زيك كده. يا فندم والله هو الشغل متعه والله في محمد برافو عليك. ويجتهد ويعمل اللي عليه، ربنا يوفقه ويكرمه والله. يعني انت مبسوط ومش متضايق وشغال؟ لا شغال وبحب شغلي الحمد لله والله. ربنا يكرمك بالحلال باستمرار يا حوده. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي يا استاذ محمد طبعا. اهلاوي طبعا. اهلاوي طبعا. حبيبي يعني انت شايف انه الاهلي جمهوره اكتر؟ جمهوره اكتر طبعا يا استاذ محمد. ماشي يا حوده، تواصل معنا باستمرار. استاذ محمد في زميلي عايز يكلم حضرتك. مين؟ اسمه مصطفى برضه. طيب ادوني. خلاص كلمنا انت يا مصطفى من تليفونك بقى حبيبي. يا مصطفى معلش الخط قطع من عنده والله مش من عندنا. بعت لنا اهلاوي وافتخر. عمرك شفت؟ لا انا مش عايز رسائل كده بقى. اهلاوي وافتخر، عشان تفتخر ان انت اهلاوي لازم تكون رسائلك على قد افتخارك بنفسك. بمعنى ايه؟ حب ناديك، كون منتمي لناديك، ازعل واغضب وافرح وانبسط وتنطط واعمل كل اللي انت عايزه، لكن بدون تعصب. ارجوكم يا جماعه بدون تعصب. احمد الشناوي بيقول الزمالك، وزوز بيقول ZOZ بيقول الزمالك. بدأ جمهور الزمالك يشد. معايا التليفون عزيز. ماشي. عزيز صباح الفل. عزيز زهران صباح الفل يا عزيز. صباح الفل يا غالي. عامل ايه؟ الاهلي طبعا. الحمد لله. انت داخل سخن يا عزيز. ايوه على طول كده. بيبقى يعني ما بيضيعوش وقت بتوع الاهلي دول. الاهلي طبعا من وجهة نظرك. ان شاء الله. شغل ايه يا عزيز؟ بشتغل ترزي. شغل ترزي. طب الزباين اللي بتجيلك كلها اهلاويه ولا نصها اهلاويه نصها زملكاويه ولا؟ لا بس كتير اهلاويه وبس، وفي زملكاويه برضه. اوعى بقى، خليك بقى هنا بقى. بص لحسن الزبائن ما تجيش الزملكاويه تزعل منك يا عزيز. ده حبايبي ده وده حبايبي. ايوه كده عشان اكل عيشك. الحمد لله. انت محلك فين يا عزيز؟ انا في الحصري. تمام. بتفصل بقى ولا لا تصليح وتفصيل قميص وبنطلون كده بس، بقاش حد يفصل يا استاذ محمد خلاص بقى. ليه يا راجل؟ كله بيشتغل على الجاهز. لا بس في ناس بتفصل قمصان جامده جدا قليل قوي، خصوصا قمصان البدل، ياقات واساور زي الفل.
قليل قوي. طب والله انا في البدل القمصاني بفصلها بس قليل يعني. بص كل لا والله ما 100 زبون على ما يجي زبون يقول شوف انا اشتريت ماركات الدنيا في قمصان البدل، مفيش ياقه واسوره زي الراجل اللي بفصل عنده في وسط البلد، ويا رب انت تكون احسن منه والناس كلها تجيلك. بشكرك شكرا جزيلا يا عزيز، وشايف الا ان اهلي جمهوره اكتر عزيز. من ضمن اخبارنا بسرعه 3000 جنيه لكل لاعب في طنطا بعد في ثنائيه وادي دجله. طبعا يستحق الحقيقه لعيبه طنطا بعد المباراه اللي ادوها امبارح. لعب الكابتن خالد عيد في حدود الامكانيات المتاحه، قفل زون ديفنس، هجمتين مرتدتين، قدر يكسب المباراه ويخطف الثلاث نقاط. ده كان قرار فايز عريبي رئيس نادي طنطا يقدم الثلاث نقاط. الكابتن خالد عيد نفسه قال انه ادائنا كان ضعيف قدام دجله رغم الفوز بهدفين. انا احترم الناس اللي هي بتقول الواقع، وهو شايف انه كان الاداء الى حد كبير مش مرضيه رغم الفوز، وان هو مستني من لعيبته اكتر من كده خلال الفتره الجايه، وبيشكر في رئيس النادي فايز عريبي. ابو حميد صباح الفل. صباح الفل يا استاذ محمد. ازيك يا ابو حميد؟ الله يخليك يا فندم. معاك احمد سوا يا فندم، من الناس اللي بتعشق الزمالك من صغرها. ايوه كده يا اخي. يعني الزملكاويه يخشوا بقى. هتكلم في نقطتين بس يا استاذ محمد بس بسرعه عشان انا وقتي بدا يجري. ماشي يا فندم. في احتفاليه الزمالك لما فاز بالدوري والكاس، كان الزمالك كان عنده مشجعين اقسم لك بالله يا استاذ محمد فوق ال 100 او ال 200,000 عند نادي الزمالك يعني. يعني جمهور الزمالك جمهور محترم فوق ما تتخيل، والاهلاوي برضه، بس الزملكاويه بيفهموا شويه في الكوره. الزملكاويه شايفينهم بيفهموا شويه والاهلاويه شايفينهم بيفهموا شويه يا ابو حميد. لا يا استاذ محمد، في ماتش سان داونز يا فندم لو تشوف الاهلاويه واحتفالاتهم ان الزمالك خسر 3 يعني ولا اكن الزمالك من مصر. تمام. لا بص عايز اقول لك على حاجه. في نقطه بس سريعه. بص يعني عايز اقول لك بس على حاجه. اعمل اللي انت عايزه بس بدون تعصب. يعني بمعنى ايه؟ انت حابب الزمالك يخسر، حب زي ما انت عايز، بس ما ينعكسش على تصرفاتك انت كبني ادم. ما تاذيش حد. انا حابب الاهلي يكسب، حابب الزمالك يكسب، خلاص انا حر. دي انتماءات ورغبات. قول لي بسرعه يا ابو حميد. ماشي يا فندم. نقطة أخيرة، أنا عندي ابني 7 سنين، تمام؟ كان بيلعب في أكاديمية نادي الزمالك في نادي الزمالك. تمام. ولما جاله الفرصة إن هو يختبر، مدرب ما اختبرهوش دقيقتين بالظبط وقال لي ما ينفعش. تمام. أنت بناء على إيه؟ بص يا أبو حميد، عايز أقول لك على حاجة. الولد جات له عقدة محمد. مفيش حاجة اسمها عقدة. أنت أب ليه؟ هو اي ابن في الدنيا او اي استنى بس اسمع وجهة نظري. اي انسان في الدنيا من صغره بيتعرض لمواقف. لما بيحصل مواقف المطلوب ان الاب بخبراته بيتكلم مع ابنه انه وارد انه ده يحصل، ووارد ان الزمالك وعلى فكره في نماذج كتير. بص عارف انت تقعد معاه تقول له ايه؟ مؤمن زكريا ده كان في الاهلي ومشوه وراح المصري وراح الزمالك ورجع الاهلي بالفلوس اللي هو عايزها، نجم النجوم. النني تخيل النني ده كان عارف النني. بص اسمعني بس يا ابو حميد، اسمعني. لا ما انت بتاخد اجازه يوم جمعه، بتاخد اجازه هنا، بتعمل وزوجتك تقعد معاه تقول له اخوك، يقعد معاه يقول له اخوك كبير. النني كان في الاهلي مشاه. يعني اقصد اقول لك عنده 7 سنين، لو من النهارده مالوش فرصه، هو عنده 7 سنين، ممكن يبقى هو عنده 8 سنين، ممكن يبقى الفرصه تجيله عنده 12 سنه، ممكن الفرصه تجيله عنده اهم حاجه لما تجيله وتبقى انت مصر انك تديها له لو انت شايفه كويس. ابو حميد اوعى تيأس واوعى تحبط يا ابو حميد. بشكرك شكرا جزيلا. معلش يا احمد لان وقت البرنامج عندي خلاص، انا بقيلي يمكن 10 دقائق ولازم اختم. احمد حسام ميدي بيقول في تصريح: نجاح انطلاقتي مع دجله خدعت الناس، ان هو شايف انه لما اول ماتش مع سموحه تعادل، ثاني ماتش مع انبي كسب. على فكره احمد حسام ميدي 4-3 وبعدين عمل ماتش كبير جدا قدام الزمالك قدام الاسماعيلي، فالناس تصورت ان وادي دجله يقدر يكسب اي فريق. بيقول انه فتره الاعداد كانت ضعيفه جدا، انه ما عندوش بدائل مناسبه في بعض المراكز، حتى ما عندوش باك ليفت ولا باك رايت في المباراه الاخيره. هو الباك حتى رايت بتاعه البديل بتاعه حتى مصاب برباط صليبي، فبيقول ان هو محتاج وقت عشان تفكيره وخططه وطموحاته الفنيه اللي عايز يقدمها مع دجله مش هيغيرها ومش هيتنازل عنها، وعلى يقين ان اللعيبه هتقدمها بعد الفتره اللي جايه. وعنده معسكر في العين السخنه بدايه من النهارده. لجنه الحكام بتفاضل بين جهاد جريشه وسمير عثمان لاداره مباراه المصري
الاهلي والمصري. ومش عايز اقول بقى انها مباراه صعبه ومباراه عصيبه عشان الاحداث، خلاص احنا نسينا الموضوع ده بقاله 6 سنين يا جماعه، بقى ما نقعدش نرغي فيه كتير. الاهلي والمصري زي الاهلي والاسماعيلي زي الاهلي والزمالك، زي اي مباراه بتتلعب بيحكمها حكم كويس من الحكام الدوليين وخلاص وقضي الامر. مش عايزين كل ما تيجي السيره نرجع تاني للماضي الاليم اللي ما صدقنا ان احنا خلاص يعني بننساه وخلاص وعدت، وكانت ايام سودة وعدت. منتخب مصر بينتظر موقف ربيعه. طبعا رامي ربيعه نجم دفاع النادي الاهلي كان مصاب الفتره اللي فاتت، وبرده مصطفى فتحي جناح الزمالك. مصطفى فتحي شويه صعب انه يلحق كاس افريقيا. الونش طبعا مدافع الزمالك محطوط في الحسبان، وكل ده تحت حسبان المنتخب المصري. امبارح كان في مؤتمر صحفي للماراثون بتاع زايد الخيري اللي هيتعمل هنا في مصر يوم الجمعه. شوف بقى الفرق بين الامارات واي حد تاني، رغم كل بحثا مصممين. الماراثون بتاع زايد ده اللي بتلعب ده كان بتلعب طول عمره في انجلترا كل سنه، لكن هم اصروا في الامارات بقالهم سنتين انه يتلعب هنا في مصر، ورغم الاحداث اللي حصلت ما نقلوهوش من مصر. ويقدروا الامارات على فكره بفلوسهم يلعبوا الماراثون ده في اي حته في الدنيا يعني، لكن رغم كده السفير والمسؤولين والناس، وامبارح كان في وجود المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وكان في وجود حتى الكابتن طاهر ابو زيد النائب طبعا ونجم الكره الشهير والكبير السابق، وكان وزير الرياضه السابق، كان موجود برضه امبارح. وكان في مؤتمر صحفي واكد جمعه مبارك الجنيبي ده سفير دوله الامارات، وقال ان اقامه ماراثون في شوارع العاصمه المصريه وشارك في اكثر من 26,000 من فئات المجتمع المصري هيكون رساله قويه للعالم. هو شوف مين اللي بيقول، سفير الامارات اللي بيقول، هو اللي بيقول انا عايز في مصر نوجه رساله قويه للعالم بان مصر بلد امن، مش احنا اللي بنقول. ده الفرق تعرف حبيبك من اللي مش حبيبك من المواقف اللي زي دي. سفير الامارات الحقيقه قال انه الجري في شوارع القاهره حدث عالمي سيتم نقله في كل وسائل الاعلام وهيكون وسيله قويه ضد الارهاب اللي بيحصل في مصر. وامل بوشلاخ رئيس اللجنه العليا المنظمه للماراثون قالت ان استضافه القاهره للماراثون للعام الثالث على التوالي كأول مدينة عربية هو دليل على عمق العلاقات بين البلدين. وزير الرياضة بيقول المهندس خالد عبد العزيز ان عودة الجمهور غير مرتبطة بالاحداث الارهابية الاخيرة. طبعا بيتكلم عن جمهور الكورة. كان يعني امبارح في وجوده في المؤتمر الصحفي استغلناه عشان نسأله عن عودة الجمهور. كنت في ابو ظبي الحقيقة من كام يوم، واحنا بنهنيهم طبعا بعيدهم الوطني رقم 45 وضم الولايات كلها على بعض في عهد الشيخ زايد رحمه الله. كان بيطلق عليه حكيم العرب. الشيخ زايد ده قبل ما يموت جاب ولاده جمعهم وقال لهم يا جماعه اياكم ومصر، اياكم ومصر، اياكم ومصر. اللي بيقول كده الشيوخ الشيخ محمد بن زايد والشيخ خليفه، طبعا الشيخ خليفه بن زايد رئيس الدوله، والشيخ محمد بن زايد هناك وزير الدفاع والنائب حاكم ابو ظبي. شوفوا بيتكلموا عن مصر ازاي. بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، 45 سنه يا رب يبقوا ورد عليكم في الامارات، و45 سنه جايين، و500 سنه و500 الف سنه ورد على الامارات، لان الامارات ومصر نسيج واحد. معايا على التليفون نبيل. صباح الفل. صباح الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ عامل ايه يا بلبل؟ الله يخليك. اخبارك اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا زملكاوي طبعا. طبعا زملكاوي، افتخر بان انا زملكاوي. طبعا راجل مش سن صغير يعني 54 سنه وبشتغل محامي، بس هو جمهور الزمالك بيبقى مختفي شويه كده. ليه؟ نتيجه للبطولات بتاعه الاهلي مثلا. يا اخي صوتك يقول ان عندك 20 سنه. لا ربنا يديك الصحه. الله يكرمك. اتفضل. طبعا زملكاوي، واحنا بنشجع نادي الزمالك للابد طبعا، وحتى جدي كان زملكاوي وخالي زملكاوي والعيله كلها زملكاويه. طب انت جمهور مين اكتر؟ اعتقد ان جمهور الزمالك، بس هو بيبقى مختفي شويه، بيظهر لما الزمالك. انما انت شايف ان جمهور الزمالك اكتر؟ ان شاء الله. بشكرك جدا يا استاذ نبيل، متواصل معانا باستمرار، واوعى تقلب على نغمه FM. اشكرك يا كابتن. مصر كلها زملكاويه زمالك، الزمالك احسن ناس. ده نون كاتب نون. عمر حب الاهلي ما كان تعصب، حب الاهلي زي الدم اللي بيجري في عروقي. ده علي. الزمالك طبعا ايمي، زمالك للابد. احمد زهران بيقول الاهلي طبعا. الدنيا بدات تسخن والزمالك بدا يشد والفارق بيقل معانا. ابو حميد صباح الفل. صباح الفل يا كابتن. اخبارك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. اهلي ولا زمالك؟ ربنا يخليك ليا. اهلي ولا زمالك؟ طبعا اهلي يا باشا. اهلي طبعا. بص جمهور مصر عامه 70% اهلي، 20% زمالك. عايز تعرف كام؟ 10% ملوش دعوه بحاجه. طيب عايز تعرف كام لكام؟ استنانا عشان بعد 5 دقايق بالظبط هنعلن نتيجه الاستفتاء. ماشي يا باشا. ماشي. انت بتشتغل ايه يا ابو حميد؟ شغال في شركه اساس الديكور. في شركه ديكور. ربنا معاك ان شاء الله ويرزقك من الحلال باستمرار. اشكرك يا ابو حميد، ومتواصل معانا باستمرار.
النتائج الدوري الانجليزي امبارح: ميدلسبرا خسر بالليفربول 3-0، ساندرلاند خسر من تشيلسي 1-0، مانشستر سيتي بيفوز على واتفورد 2-0، توتنهام بيكسب هال سيتي 3-0 ومحمدي احمد محمدي لعب المباراه كلها، ستوك سيتي تعادل مع ساوث هامبتون 0-0 وللاسف غاب رمضان صبحي عن تشكيله الفريق والقائمه كلها. كريستال بالاس بيخسر من مانشستر يونايتد 1-2. كاس العالم للانديه سان داونز بيخسر 1-4 من هيونداي موتورز الكوري، وكاشيما انت بيكسب طبعا الفريق الكوري المركز الخامس، وكاشيما انتلرز الياباني بيفوز على اتلتيكو ناسيونال الكولومبي في كاس العالم للانديه 3-0. كابتن عصام صباح الفل. صباح الخير يا كابتن عصام عبد الفتاح، طبعا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وحكمنا ونجمنا الكبير. صباح الفل. منورنا يا كابتن عصام، وكان معايا كابتن جمال غندور من شويه وبيقول ان انت عندكم اجتماع الساعه 1 لتحليل للجلوس مع الحكام وتحليل الامور اللي فاتت، وان انتوا يعني الراجل يعني بيقول ان احنا كلنا متكاتفين الفتره الجايه ان شاء الله لصالح التحكيم المصري. والله طبعا شيء ممتاز، وانا كنت اتمنى ان هذا التحليل يعني كان ليه وجهه نظر الحقيقه في ان نفطر الاول مع بعض ونقعد ونتكلم، لكن كابتن رضا ليه وجهه نظر الحقيقه وانا احترمتها، وان ان التحليل يكون مقسوم على فترات، انا في فتره وكابتن جمال في فتره وكابتن احمد الشناوي في فتره وتوقيتات مختلفه، يعني شايف ده مش ترابط من وجهه نظر الترابط ان احنا نبقى مع بعض مع الحكام ويعرفوا ان رموز التحكيم كلهم مع بعض، فكنت اتمنى ان ده اللي يحصل. انا بكلمك بكل مصداقيه بقى وشفافيه، لان انا دايما كنت بتكلم بدبلوماسيه طول الوقت في الفترات السابقه، لكن طبعا انا احترم بشكل كبير قرار الكابتن رضا البلتاجي، وانا مع الكابتن جمال الغندور ومع كل الناس المحترمين في وسط التحكيم ان نمد ايدينا الاثنين. بدات اخبار تنزل انت مقاطع المؤتمر او مقاطع الجلسه. يعني انا الجلسه هتزود شويه الاحتقان، ان انا اروح في فتره وامشي، يجي الكابتن جمال بعديه ويجي بعدينا الكابتن احمد الشناوي، طب فين الالتقاء يا كابتن محمد؟ يعني المفترض ان انتوا تبقى كلكم مع بعض عشان على الاقل توجهوا رساله. برافو عليك، برافو عليك. يعني انا كاعلامي لما اشوف ناس باسماء جمال غندور وعصام عبد الفتاح ورضا البلتاجي وكابتن وجيه وكل الناس اللي موجوده دي، حتى الحكام تحس ان احنا فعلا طبعا. طب ليه كابتن رضا؟ طب ليه ما اتكلمتش معايا كابتن عصام؟ والله ده راي كابتن رضا، انا لازم احترمه رغم ان انا مش رغم ان انت مش مقتنع. لا طبعا، لان ده هيزيد الفجوه. لكن هتنفذ كلامه كمسؤول هو عن الحكام. لا هو خلاص، لكن انا ما اقدرش، يعني انا الحقيقه اعتذرت ليه؟ لان دي هتزود الفجأة، يعني معقول هروح مش هسلم على الكابتن جمال، مش هسلم على الكابتن احمد شناوي، مش هنقعد مع بعض، كل واحد هيروح في فتره. يعني انت اعتذرت بسبب ان هو الكابتن رضا عايزكم كل واحد يروح فتره مختلفه عن التاني. طبعا انت يعني كنت عايز تبقى القعده كلكم مع بعض. يعني اصل الخبر نازل مفهوم ان انت مش عايز تروح عشان وجود جمال غندور وانه ما اعرفش ايه والكلام. كلام عالي تماما من الصحه، وانا حتى اللي كتب هذا الكلام غير صادق على الاطلاق، لان انا كلامي اللي قلته امبارح في احد البرامج التلفزيونيه هو اللي بقوله مع حضرتك، ان احنا لازم نبقى مع بعض، حتى التحليل التحكيمي على مستوى العالم كل الناس تبقى مع بعض، وممكن نختلف في التحليل يا استاذ محمد. تمام طبعا، وارد يعني طبعا. ولما نختلف بنرجع لمين؟ نرجع للتصويت. شوف كمان التحضر في الاتحاد الدولي يرجعوا للتصويت، ورأي الاغلبيه حتى لو مش مع سامع الفتاح لازم امشي معاه. هو ده التحليل التحكيمي، او لما يكون في خلاف على قرار معين او قرار صعب. انا طبعا برضو بقول وبقرر سعيد بتواجد الكابتن جمال والكابتن احمد شكاوي النهارده في وسط الحكام، وده بيتهم، واهلا وسهلا، وانا بنيه خالصه بمد ايدي للجميع لتطوير التحكيم، واعتقد ان انا مديت ايدي بشكل قوي للكابتن رضا الفترات السابقه، وكنت خط دفاع اول عليه، وقلت ان هو مش مسؤول بشكل كبير على اللي بيحصل، دي مسؤوليه ناس كتير، والحمد لله يعني ما رضيتش طبعا يعني اتدخل في هذا الشيء، رغم ان انا حاولت بشكل او باخر ان يبقى الشيء غير كده، لان انا على فكره انا صاحب الدعوه دي في البدايه، ان احنا نقعد مش في تحليل، نقعد مع بعض، لان احنا في صدد ان احنا نضع خطه لتطوير التحكيم. قلت مش هسمع عبد الفتاح يحطها لوحده او رضا البلتاجي لوحده، لا نجيب رموز التحكيم نسمع لهم، وممكن يكون عندهم افكار وهم نبقى مشاركين بالظبط، وممكن يكون عندهم افكار افضل من افكارنا نضيفها للخطه. تمام. هو ده اللي المفروض، لكن انا اروح ساعه. بس انت شكلك مش مبسوط يا كابتن عصام. طبعا مش مبسوط، لان الموضوع مش كده،
انت اديت دورك كعضو مجلس اداره انك تنفذ اللي عايزه رئيس لجنه الحكام، خلاص اوكي 100%. تمام، لكن انت مش مبسوط من جواك؟ لا مش مبسوط من الامور تتم كده. هل ده تمهيد لقرار ممكن يتاخد في يناير؟ لا بالعكس يا كابتن محمد. لما انا في مجلس الاداره واخد قرار ان انا اعاون الكابتن رضا وان انا يبقى ليا دور حتى في التعيينات. انا بكل صراحه انا بتعامل معاه بكل شفافيه كصديق وكاخ، وبحترم ان هو رئيس لجنه الحكام وبنحاول نساعده، ومجلس الاداره تدخل الفتره اللي فاتت تدخل كبير جدا مساندته بشكل كامل. ما انا بكلمك بامانه، واعتقد ان هذا التدخل ظهر للعيان في الفتره اللي فاتت، في الاسبوعين اللي فاتوا ظهر ان في تحسن كبير في مستوى التحكيم عن قبل كده. بالعكس احنا كلنا عاوزين نساعد، وانا اول واحد مع رؤساء الانديه ويعلم هذا الكابتن رضا بلتاجي تماما، طالبت ببقائه. كان ليا دور ان على الاقل راجل يكمل هذه الفتره، لان راجل اتظلم، وده اللي بقوله وهقوله معاك واقوله مع اي حد. لكن انا تحفظي بس ان احنا كنا لازم نلتقي جميعا ونخش ايدينا في ايدين بعض على الحكام، هو ده الشيء صح. وانا بصراحه بقى انا كابتن عصام بصراحه يعني القصه مش ناقصه تبقى في حواديت جواكم، يعني ممتاز. يعني الحواديت براكوا كتير، فاللي انا شايفه ان الحواديت جواكوا تتقفل وتبقى انتوا ايديكم في ايد واحده. عارف بعد الانفجار اللي حصل في الكنيسه البطرسيه الارهابي ده، انا عملت ايه على الفيس عندي؟ حطيت صوره 12 ايد متلاحمين ورا علم مصر. فما كانش التلاحم يبقى مسج لاي حد يحاول يخترق الوسط التحكيمي ويأثر على اداء الحكام، فما كنتوش هتظهروا متلاحمين ايديكم كلكم في ايد بعض. الصوره دي انا بتصور انه مش في صالح التحكيم يا كابتن. ده انا اللي بنادي من خلال هذا اللقاء معاك يا استاذ محمد، وده كانت فكرتي انا على فكره من اسبوع، ان احنا لازم نقعد كلنا، وان الاوان التحكيم في محنه، ان الاوان لاولاد المحترمين ان هم ندي ايديهم للكابتن رضا البلتاجي. وكنت انا من اول الايادي اللي مديت ايده معاه ورحت معاه التحليلات. على فكره يا جماعه كان التحليلات السابقه انا كنت مع الكابتن رضا البلتاجي تمام. اراء بناءه في الفتره اللي فاتت كنت موجود، وكمان الاسبوعين اللي فاتوا التكليف رسمي من مجلس الاداره. بالعكس احنا عاوزين نساعد التحكيم، وانا كان الصوره كانت تبقى افضل النهارده ان احنا لو كلكم كنتوا موجودين. ندخل هو كويس ان انت بس وضحت الصوره دي، عشان في ناس بدات تتكلم في فكره ان انتوا كنتوا انت والكابتن جمال مصطدمين في وقت ما، فانت اعتذرت. لكن انت وضحت ان انت اعتذارك بسبب عدم لقائك بجمال غندور والرموز اللي جايين، مش العكس. اشكرك يا كابتن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. شكرا جزيلا. انا خلاص بقالي دقيقه وعندي 12 حاجه، فمش عارف اعمل ايه، ولا قريت جرايد ولا عملت حاجه. يعني مش كل يوم هدفع 30 جنيه جراد وما اقراهاش، يعني ما ينفعش الكلام ده يعني يا جماعه بصراحه يعني. فخلوني مين قاعد جنبي هسرق منه دقيقه، واستنوني عشان نتيجه الاستفتاء. انا شايف الزمالك اللي بيشجع الزمالك اكيد بيفهم كوره، الزملكاويه اكتر. الزمالك انا شايف الزمالك المسجات كتير جدا للزمالك والنتيجه بتقرب. خلينا اقول في الاهرام، في تصريحات خاصه للاهرام، نصر عزام اللي هو مندوب الزمالك في سويسرا على موضوع اجوجو بيقول لجنه انضباط الفيفا بتمنح الزمالك مهله شهر لارسال مستحقات الغاني اجوجو. ده حاتم الشربيني واحمد طاهر كاتبين هذا الكلام. عايز اقول في الاخبار ابرز ما جاء في المانشيتات الرياضيه النهارده. عمر جابر بيقول اتمنى الانتقال لبرشلونه والقمه في مهب الريح، المنتخب يتمسك بالتاجيل واتحاد الكره يصدر القرار في الاجتماع القادم. ده اللي كاتب عثمان سالم. خلينا اقول لكم في الجمهوريه منشطها الرياضي النهارده بيتكلم عن لا ده الصفحه الاخيره طلع عن زبيده ثروت الله يرحمها بقى. خليني اقول لكم الرياضه النهارده الجمهوريه الاسبوعي في الرياضه في النص. انا متعود افتح الجمهوريه اخر صفحه الاقي الرياضه، لكن النهارده الجمهوريه الاسبوعي. الاهلي يكتفي بالتغييرات خوفا من نزيف النقاط، فك تجميد صالح جمعه بعد عرض الرحيل للسعوديه. ده اللي كاتبه طارق عوض. وفي حوار مع الدكتور عبد المنعم عماره وزير الشباب والرياضه الاسبق بيقول بطولات الاهلي دراويش وحكام، الزمالك عدل الفني والهندسه، ومرتضى منصور ضم افضل اللاعبين. السادات سالني عن سر الخلاف بين الاسماعيلي والقلعه الحمراء. ده حوار احمد عبد المهيمن. في المصري اليوم عايز اقول لكم ابرز اللي جه النهارده في المانشيتات في صفحتين الرياضه. الزمالك يبحث عن مهاجم افريقي سوبر لعلاج العقم التهديفي. ده بليغ ابو عيد وكريم ابو حسين. وبيقولوا ان الاداره تتحفظ على طلب تاجيل القمه، وعرض بنصف مليون يورو لاستعاره مصطفى فتحي، وازمه الوزن تهدد مايوكو. وميدو يخص المصري اليوم بحوار جريء عن الكره المصريه ويؤكد
لاسلام صادق ان حسام غالي لازم يرجع المنتخب، انا والعميد الاقدر بقياده الفراعنه للمونديال، قصده حسام حسن. الزمالك يعاني عدم الاستقرار، ندمت على الولايه الثانيه وهذه نصيحتي لشيكابالا. الاهلي الاكثر تنظيما وطلبت متعب في يناير فابلغني انها مستمره مع الاهلي حتى نهايه الموسم. محافظ الاسماعيليه قال لي هجيلك علشان ترجع للدراويش، وابلغت ابو السعود ان حسني هيمشيك، وفعلا مشي ابو سعود رئيس نادي الاسماعيلي السابق. وده الحوار ده من تصوير المصور طارق وجيه. على طول في جريدة الشروق، الكوبر بيقول يطلب رسميا تأجيل لقاء القمة، اتحاد الكرة يرحب والمسابقات تتحفظ على طلب الجهاز الفني للمنتخب، ده حسين شعبان. على طول اروح لكم للوفد المحكمة، لا بلاش ده عشان ده قلنا اتكلمنا عنه. المدير الفني يحذر اللاعبين من هوجة الرحيل، وصالح يتمسك بالإعارة. البدري يظهر العين الحمراء لبدلاء الأهلي، أجاي يلحق بلقاء المصري، ده اللي كاتبه محمد اللهوني في جريدة الوفد. على طول في الدستور الجهاز الفني للإنتاج يعترض على هدف سموحه، وفي قرارات والرسوم الجمركيه تعطل وصول شحنه ملابس الفراعنه للمره الرابعه في تاريخ الجبلايه في الدستور. عايز اطلع على طول اجيب لكم نتيجه الاستفتاء. هنهي بالاهرام المسائي، الاهلي ضد التهويل ورساله سلام من المصري، والمنتخب مرعوب من الحضري والشناوي، والبلتاجي يضرب خطه عبد الفتاح في الجبلايه، استعان بالشناوي والغندور لتطوير اداء الحكام، وابو ريده يدعم خطوه الاصلاح. استفتاءنا كان بيقول هذا الاسبوع مين جمهوره اكتر، الاهلي ولا الزمالك؟ بعتوا لنا كتير وتليفوناتكم كتير، انت عمالين تتصلوا، الحقيقه مش قادر اخد تليفونات لان الوقت جري مني ومينا ماسك فيا ولازم اخلص الحلقه، وده اخر حلقه عندنا الاسبوع ده النهارده الخميس، وهنلقاكم الحد الجاي. الزمالك وبس ده موجوده قدامي على الرسائل، اللي بيشجع الزمالك اكيد بيفهم كوره، كل دي رسائل بتيجي نتيجه الاستفتاء النهائيه. الصبح انا جاي النتيجه كانت 62% لصالح نادي الاهلي و38% لصالح الزمالك. بدات النتيجه تتارجح وترقص وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل، وصلت 58% الاهلي و42% الزمالك. لكن قبل الختام الرسائل الكتير اللي بعتها جمهور الزمالك قربت النتيجه 54% للنادي الاهلي اكتر و46% نادي الزمالك، يعني متقاربه شويه. نوعدكم بعد كام شهر نعمله تاني عشان ندي فرصه جديده لجمهور الزمالك. بشكركم وتواصلين معايا باستمرار من الحد الخميس من 9 ل 11 من الاخر مع محمد شبانه. اشوفكم على خير يوم الحد، تصبحوا صباح الفل.